سلام الله عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد الشريف، مدرس مادة الاحياء. ان شاء الله هنراجع مع بعض كده الفصل الرابع. طبعا هنراجع فصل الاخراج في الكائنات الحية، سواء في الانسان او في النبات. طبعا ده لامتحان الشهر، شهر فبراير. طبعا هنراجع من المذكرة وهنظبط الدنيا كده سريعا. طبعا ده يعني بنعتذر على ان انا ما نزلتش الدروس، ما كملتش، ولكن برضو مش هسيبكم في المراجعة. وكمان حاجة هنضيفها بإذن الله يعني. ربنا يوفقها إن شاء الله. بنوي بس كده بالنية إن احنا نعملها، إن احنا هنجمع الأفكار بتاعة الأسئلة وأفكار الكتب وتتقال في فيديو تاني منفصل عن الفيديو ده. يبقى دلوقتي انت اسمع الفيديو ده وظبط الدنيا. ولو انت ما حلتش أو حليت، هينزل لك كمان فيديو فيه أفكار اللي هو الايه الفصل كله بإذن الله. طيب، افكار بقى من علاقات بيانية، من مخططات، من اي حاجة، ان شاء الله كل ده هننزلهولك. فاللايك الجميل، اشترك في القناة لو انت مش عامل اشتراك، ويلا بينا نبدأ. طبعا دي المذكرة بتاعتنا. لو اي حد عايز يتواصل معانا على الرقم ده يقدر يبعت للتيم. لو محتاج يشترك معانا، لو محتاج يكمل معانا، لو عجبك الشرح طبعا. اي استفسار طبعا، لو عايز تضيف بقى من امتحانات، كويزات كل حصة، ورق شرح بينزل لك، تلخيصات، الكلام ده كله، عايز تضيف اكتر، عايز تزود وتظبط الدنيا اكتر علشان السنة الجاية بإذن الله، تقدر تبعت لنا على الرقم ده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احنا هنبدا نتكلم عن الاخراج في الانسان. اولا، الاخراج في الانسان ان احنا بنبدا نتكلم عن الحاجات الناتجه عن عمليات حيويه. يعني مثلا انت عملت عمليات حيويه وليكن زي التنفس، فخرج منها مثلا مثلا عندك ايه، عندك مثلا ثاني اكسيد الكربون، وخرج منها كمان اللي هو مين، اللي هو الميه. يبقى ثاني اكسيد الكربون زائد الميه خرجت من ايه، من عمليه التنفس الخلوي. فعايزين نتخلص من الكلام ده كله. فعلشان نتخلص من الكلام ده كله بقى، محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل اخراج. فالاخراج عشان نخرج الفضلات الناتجه دي، الناتجه عن ايه؟ عن عمليات حيويه. طيب، فديت اصلا عمليه الاخراج. فيبقى عمليه الاخراج هي عمليه الكائن بيتخلص فيها من الفضلات الناتجه عن العمليات الحيويه. فعلشان يتخلص من المواد ديت، ليه؟ لان اصلا تراكم المواد دي في جسم الانسان هيسبب ليه مشاكل واضرار كتيره جدا جدا جدا. طيب، بعد كده بقى احنا عندنا عملية الإخراج بتقتصر على حاجة معينة بس، اللي هي أي مادة بتنفذ عن طريق الأغشية البلازمية. يبقى المادة اللي بتنفذ عن طريق الأغشية البلازمية دي المادة بس اللي بنقدر نقول عليها إن هي مادة إخراجية. يبقى عملية الإخراج لو احنا جينا كده قلنا أي مادة بتعبر أي غشاء بلازمي مادة إخراجية، يعني بتعبر أي غشاء بلازمي. طبعا المادة دي مادة ضارة، مش أي مادة وخلاص. ما في مواد مفيدة بتدخل للجسم، صح كده، بتعبر اغشاء بلازميه، ولكن انا بقول الماده اللي انا بخرجها، الماده اللي هي مش كويسه. زي مين؟ زي مثلا الميه وثاني اكسيد الكربون الناتجين من تكسير الجزيئات العضويه. وركز معايا في حته الجزيئات العضويه دي جدا، لان ممكن اقول لك تكسير كربوهيدرات، ممكن اقول لك تكسير مثلا جلوكوز. يبقى فكره جزيئات عضويه ما توقفهاش عندها بس، ده انت تقول لي جزيئات عضويه بقى، تقول لي كربوهيدرات، تقول لي الكلام ده كله، اي حاجه من دي تنفع معانا باذن الله. طيب، رقم 2 بقى، عندك الفضلات النيتروجينية. الفضلات النيتروجينية ديت اللي بتخرج في صورة النشادر أو يوريا اللي هي البولينة يعني، أو حمض اليوريك. يبقى أنت بالنسبة لك بتقول عندك الإيه، عندك النشادر، عندك اليوريا، عندك حمض اليوريك. تقدر تقول على أي حاجة من دول. طيب، تقدر تقول إن ديت كده كلها فضلات نيتروجينية، وطبعا على حسب الكائن اللي بتخرجه. فأنت مثلا يعني طبعا كل ده ناتج عن تكسير البروتين. فأنت عندك مثلا النشادر ديت بتخرجها الكائنات اللي هي المائية. الكائنات المائية زي مين؟ زي مثلا الأسماك، لأن هي سهلة الذوبان في المية، بتذوب في المية بشكل سريع، بشكل سريع وسهل إن هي تدوب في المية. طيب، لو احنا مثلا قلنا البولينة، فالبولينة دي مثلا مين اللي بيخرجها؟ زي مثلا الإنسان البولينة، الإنسان والبر مائيات، فبيخرجوا بولينة. طيب، اللي هو بيخرج في الآخر يعني عن طريق البول والكلام ده كله. بعد كده لو احنا اتكلمنا مثلا على اللي هو حمض الايه، حمض البوليك او اليوريك، يعني البوليك او اليوريك. مالهم بقى؟ حمض اليوريك ده مثلا بيخرج عن طريق ايه؟ عن طريق، عارفين الكائنات اللي هي مثلا زي الحشرات، الزواحف. مثلا لو قلنا عندنا غير الزواحف، طبعا عندنا اللي هي الايه، اللي هي الحشرات والطيور والزواحف. طيب، طب ليه؟ لان هي بتبقى اصلا على هيئه بلورات او كريستالات
يعني هي مواد غير دايبة، يعني مواد صلبة كده غير دايبة، مواد صلبة لان هي بتبقى على اليابسة يعني والكلام ده كله. فطبعا الفضلات النيتروجينية ناتجة عن تكسير الايه، عن تكسير البروتين. طبعا عندنا العملية بقى اللي كل الناس بتسأل عنها، طب يا مستر ما هو اللي هو الايه، اللي هو مثلا البراز اللي بيخرج عن طريق الامعاء الغليظة يعني والكلام ده كله، هو ليه مش اخراج؟ مع انه انا بتخلص من مواد يعني مواد ملهاش اي لازمة والكلام ده كله، لان هي بتدخل الجسم وتعبر بدون ان هي ايه، ان هي ان هي تعدي على الاغشيه بلازميه. يعني هي دخلت من اول الفم كده لحد ما خرجت وتعبر عن طريق الجسم بدون ما تعبر اي اغشيه بلازميه. فاحنا بالنسبه لنا اول حاجه بنقول عليها مواد مواد غير اخراجيه، مع انها فضلات يعني، مع انها مواد ضاره، هي مين؟ الطعام الغير مهضوم. ليه؟ لان هو بيخرج على صورة براز ولا يعبر أي أغشية، بلازمية، أو دون أن ينفذ من الأغشية البلازمية. طب تاني حاجة عندنا مين؟ عندنا نيتروجين. فالنيتروجين ده بقى لأن هو بيدخل للرئة في الشهيق، فالشهيق ده بيعمل ايه؟ بيدخل الاكسجين وبعد كده يخرج ثاني اكسيد الكربون، ولكن النيتروجين داخل خارج بدون ما يعبر اي اغشيه بلازميه. يعني هو دخل وخرج مره تانية بدون ما يعبر ايه، بدون ما يعبر اي اغشيه بلازميه. طيب بعد كده بقى احنا عندنا اصلا ليه بنعمل اخراج اصلا؟ علشان نتخلص من المواد التالفه والمواد السامه، لان الفضلات النيتروجينيه دي سامه وضاره للجسم جدا جدا جدا. بنظبط محتوى الجسم من الملح والميه، بنظبط بقى الميه في الجسم كويسه، لان هي لو اتخزنت مثلا في الانسجه او الكلام ده كله هيحصل تورمات، حاجات كتيره، فملهاش لازمه ان هي تبقى موجوده في الجسم. فالملح والميه ده والمواد التالفه برضو والمواد السامه، وفي الاخر هنوصل ان احنا مثلا يعني لو بنقول في الاخراج هنخرج ميه في صورة عرق. فبالنسبة لنا اصلا ده اسمها البيئة الداخلية بتاعت الجسم، انا بنظم المحتوى او البيئة الداخلية بتاع الجسم، فبقول عليه اتزان داخلي للجسم. وده طبعا هيخلي كل العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمي هتكون ماشية بشكل كويس جدا جدا جدا. طيب بعد كده بقى ده شكل كده مبسط لفكرة أعضاء الإخراج. طيب الشكل اللي انتم متعودين عليه، شكل التاني انتوا عارفينه طبعا، هنا بقى شكل مختلف تماما. ليه؟ لأن الأسئلة بتيجي بالطريقة دي. أنا عايزك تركز في الجدول، الأسئلة لما بتجيلك بيجي عامل لك شكل كده مرتبط مع شكل كده، فالجدول ده بيلخص لك كل الموضوع، بشكل كويس جدا. ديت فكرة حلوة كده عملناها علشان ايه؟ علشان نسهل عليك فكرة المخططات اللي بتجيلك بالشكل ده، فمستحيل تتلخبط فيها ابدا. اولا انا عندي مواد اخراجيه اللي هي ايه؟ اولا ثاني اكسيد الكربون، عندي الميه، عندي الملح، عندي التوابل بانواعها او بالطرق بتاعتها، عندي المواد السامه، عندي الفضلات النيتروجينيه. فتعالى كده نمسك عضو ونعرف، او نمسك ماده ونعرف مين الاعضاء اللي بتخرجها. يبقى مش هنرجع بقى نعيد الكلام بالطريقه البسيطه اللي احنا عارفينها قبل كده. بعد كده بقى انت دلوقتي عندك ثاني اكسيد الكربون، الحاجه الوحيده اللي بتخرجه هي الرئتين، فلما تلاقي ثاني اكسيد الكربون، يعني لما يجي لك كده ده بيخرج ثاني اكسيد الكربون. يعني مثلا لما يجي لك يقول لك ده كده سين، ده كده سين اهوت، بيخرج مين؟ بيخرج ثاني اكسيد الكربون. يبقى سين لما يخرج ثاني اكسيد الكربون ده اللي هو معناه مين؟ هو ثاني اكسيد الكربون. طيب مشترك مع حاجه، هو مشترك مثلا في الماده هنا مع حاجه مثلا معينه، فحاجه ديت مشتركه مع مين؟ هو اصلا الرئتين مشتركه مع مين؟ والله هي الرئتين بتخرج اولا كده ثاني اكسيد الكربون. طب ما هي ممكن تخرج تاني الميه. بصوا كده الميه هيت مين اللي بيخرجها؟ اللي بيخرج الميه اللي هو مين؟ الكليه بيخرجها. مثلا كمان عندنا الجلد، عندنا الرئتين. يبقى الكليتين والجلد والرئتين هم اللي بيخرجوا الميه. بس خلي بالك بقى معايا، الكليه بتخرج الميه في صوره بول، والجلد بيخرج الميه في صوره عرق، والرئتين بتخرج الميه في صوره بخار ماء. يبقى دلوقتي في فرق، طبعا في فرق. يبقى في فرق ان الميه بتخرج في صورة بول ولا في صورة عرق ولا في صورة بخار ميه. طيب الملح برضه هيخرج عن طريق الكليتين ثانية كده، الكليتين والجلد. تمام كده، يبقى عن طريق الكليتين وعن طريق الجلد، ده الملح. طيب بعد كده عندنا بقى التوابل ديت عن طريق الكليتين، دي التوابل، معظم التوابل، وبنقول عليها توابل غير متطايره. بنقول عليها ايه؟ توابل ايه؟ توابل غير متطايره. طيب التوابل بقى عارفين اللي هو ايه؟ انا اكلت اكل فيه شطه، فالاكل اللي فيه شطه ده ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل ان انا هعطس، فلما هعطس فالتوابل هتخرج من الايه؟ هتخرج من الجسم. فالتوابل دي بقى بنقول عليها توابل ايه؟ توابل متطايره. فلما انا هعطس فانا هخرج التوابل من الايه؟ هخرج التوابل من الجسم بتاعي. يعني هي اصلا مش هتلحق تدخل
فهخرجها هتدخل عند الجهاز التنفسي بتاعي كده، عند الرئتين والكلام ده كله، فتخرج عن طريق ايه؟ عن طريق الرئتين، فتخرج توابل بنقول عليها توابل متطايره، ونسبتها بتكون قليله جدا جدا جدا، حاجه بسيطه، ولكن معظم التوابل بتخرج عن طريق الكليتين. طيب بعد كده بقى عندنا المواد السامه، ممكن مثلا زي الكبد او الكليتين، ممكن زي الايه، زي الكبد او الكليتين بيخرجوا المواد السامه. طب ازاي؟ اولا انت عندك المواد السامه بناخدها كده نحولها لمواد غير سامه، مواد غير سامه ونخرجها عن طريق طبعا زي ما قلنا عندنا الايه، عندنا الكبد هو بيعمل الكلام ده كله، بيحولها لمواد غير سامه، وعندنا الكليتين بتخرج مثلا من ضمن المواد يعني. عندنا الكبد بيحول اللي هو الايه، الكبد بياخد مثلا اللي هي الاحماض الامينيه اللي هي بتبقى مثلا موجوده في الفضلات النيتروجينيه يعني، وبعد كده يبدا يحولها لامونيا، والامونيا طبعا بعد كده مين اللي هيقدر يتخلصنا منها؟ طبعا اللي هيقدر يخلصنا منها اللي هو الكليتين يعني. طيب بعد كده بقى عندنا الفضلات النيتروجينيه، الفضلات النيتروجينيه ديت عن طريق الكليه والجلد، ولكن الكليه بنسبه كبيره، الجلد هيكون بنسبه صغيره. اتمنى ان الجدول ده يتفهم كويس جدا جدا جدا، ويتذاكر كويس جدا جدا. طيب بعد كده بقى عندنا هناخد اول عضو في الاعضاء الاخراجيه. اولا انت عندك الرئتين، ده عضو سهل جدا فمش هندرسه تاني. ليه؟ لان هو مفيهوش اي حاجه، وانت بالنسبه لك مثلا الرئتين اهيت بتطلع ثاني اكسيد الكربون، مش محتاج ادرس الكلام ده لان درسته قبل كده. الرئتين بتطلع الميه، ده بخار ميه، مش هدرس فكره خروج بخار الميه ازاي. عندك كمان الرئتين بتخرج التوابل اللي هي المتطايره، وطبعا مش محتاج تدرس برضو ازاي التوابل المتطايره بتخرج عن طريق الرئتين. طيب الجلد بقى تاني عضو معانا يعني، هندرس الجلد. طبعا الجلد ده بيحيط بالجسم كله من الخارج، وظيفته الإخراجية بالنسبة لي إن هو بينتج العرق، دي وظيفته الإخراجية. ولكن أنا مش عايز وظيفته الإخراجية بس، ده أنا عايز أدرس كل تفصيلة موجودة فيه، عايز أدرس تفاصيل التفاصيل اللي موجودة فيه. دلوقتي بقى إحنا معانا شكل كده هنشوف الجلد والتركيب بتاعه والحاجات بتاعته دي كلها. أولا الجلد ده عبارة عن جزئين، ولكن قبل ما نتكلم عن الجلد فتعالى كده نشوف هو الجسم بتاعنا عبارة عن إيه. اولا كده عباره عن طبقه الجلد، طبعا هو الجلد مش طبقه واحده، ولكن يعني هنقول ان ده الجلد يعني، طبعا بطبقتين وبالحاجه بتاعته يعني. ولكن تحت الجلد كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي طبقه دهنيه كده، حاجه كده، طبقه من الدهون كده، شويه دهون كده. طيب بعد كده بقى هنبدا نلاقي العضلات، هنبدا ايه؟ هنبدا نلاقي العضلات. طيب بعد كده بقى بعد العضلات، المفروض ان بعد العضلات هنبدا نلاقي العظام. يبقى دلوقتي بعد العضلات هنبدا نلاقي الايه؟ هنلاقي العظام. طيب طبعا العظام دي بقى هندرسها السنة الجاية بإذن الله، فمش محتاجين ان احنا نبقى فاهمينها دلوقتي، ولكن نبقى احنا بس عارفين ان ده كده الايه، ده كده الجزء بتاع الايه، الجزء بتاع الجلد. الجزء كله يعني، مثلا لو مسكنا جزء من دراع يعني مثلا. فدلوقتي اولا بقى الجلد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجتين، او دي الطبقة اللي تحت القدمة، هي الطبقة اللي تحت القدمة بتكون طبقة يعني المفروض تحت كمان شوية كمان بيبقى في طبقة، دي طبقة دهنية. طيب بعد كده بقى يا جماعة تعالوا نفهم الموضوع ماشي ازاي. البشرة بتاعتنا او يعني البشرة اللي احنا الخارجية اللي احنا بنبقى شايفينها دي، ده الجلد بس، ده الجزء الخارجي بس، ده اللي احنا شايفينه الخارجي بس، ولكن البشرة لها موضوع كبير، والقدم موضوع كبير. فتعالوا نفهم بقى كده سريعا ونلم الدنيا. اولا احنا عندنا البشرة عبارة عن طبقتين، طبقة خارجية وطبقة داخلية. يبقى البشرة عبارة عن طبقتين، طبقة خارجية اللي هي بنقول عليها السطحية، وطبقة داخلية. الطبقة السطحية دي بتكون طبقة غير حية. طبقة ايه؟ طبقة غير حية. طيب بعد كده بقى الطبقة الداخلية بتكون طبقة ايه؟ طبقة حية. يبقى دلوقتي احنا عندنا طبقة سطحية بتكون غير حية، وطبقة داخلية بتكون ايه؟ بتكون حية. طيب بعد كده بقى عندنا حاجة اسمها الأدمة، والأدمة بتتكون من شوية حاجات وهندرسها برضو سريعا بإذن الله. بعد كده بقى أولا زي ما قلنا إن الجلد اهوت بيتصل بطبقة دهنية أسفل الإيه؟ أسفل الأدمة. طيب البشرة بقى بتتكون من حاجة اسمها بتبقى يعني أكتر طبقات من خلايا طلائية. عارفين يعني إيه خلايا طلائية؟ حاجات بتطلو الجسم، خلايا طلائية يعني بتطلو الجسم. طيب لو انتوا برضو متذكرين الموضوع اكتر، فكنا بنقول يعني، او اللي كان بيتقال يعني في اولى ثانوي باذن الله يعني، هو اتقال اصلا كان بيتقال ايه بالظبط بقى؟ كان بيتقال الطبقه الطلائيه دي كانت بتبقى طلائيه مركبه. يبقى طلائي، نسيج طلائي مركب. يبقى ممكن نقول طلائي مركب، او ممكن نقول عليه طلائي وكان بيبقى حرشفي. طلائي الطبقة الخارجية بتبقى حرشفي بس ممكن بقى نقول عليها حرشفي مصفف، يعني اكتر من صف، يبقى معناها برضو طلائي حرشفي مركب.
طيب ديت حته الطلائيه، يعني كده ممكن يجي لك فيها سؤال، ولكن سؤال مستبعد شويه لانه قديم يعني، ولكن تبقى فاهمها. طيب اولا كده بقى الطبقه السطحيه بتاعتنا بتاعت البشره دي، ليه ما بنحسش لما بنشك نفسنا بالابره من الجنب؟ مش بنغرز الابره، لا من الجنب كده، لان اصلا الطبقه السطحيه بتبقى غير حيه، لان فيها ماده قرنيه اسمها ماده الكيراتين. يبقى دلوقتي بتبقى غير حيه، فيها ماده قرنيه اسمها ايه؟ اسمها كيراتين. فلما تبقى الماده دي غير حيه تبقى بتعمل على ايه؟ بتحمي الجلد من اي ميكروب داخل منه، فبنقول عليها اصلا لها وظيفه مناعيه، لان هي بتحمي الجسم من اي ميكروب داخل الايه؟ داخل الجسم. يبقى دلوقتي انا بالنسبه لي عندي الطبقه او الخلايا ديت بتكون خلايا ايه؟ بتكون خلايا غير حيه. يبقى اول حاجه عندنا الطبقه السطحيه بتكون غير حيه، ولكن خلي بالكم بقى الطبقه الداخليه بتكون حيه. الطبقه الداخليه بتكون حيه. فانا دلوقتي لو رسمت الجلد فدي طبقه سطحيه ودي طبقه داخليه. فالطبقه الداخليه بتبقى فيه في القاعده بتاعتها خلايا كده بنقول عليها خلايا صبغيه، تمام؟ وعلى فكره بتفرز حاجه اسمها الميلانين. الطبقه الداخليه في الجزء القاعده بتاعتها في حاجه اسمها خلايا صبغيه. خلايا صبغيه بتفرز الايه؟ بتفرز الميلانين. على فكره اهيت خلايا صبغيه بتفرز الايه؟ الميلانين. والميلانين ده اللي بيدي الجلد اللون بتاعه. فلما نيجي نسال بقى نشوف هو مين ايه الفرق بين اللون بتاع الشخص ده والشخص ده، فهو هيكون مين؟ هيكون الميلانين اللي موجود فيه. طيب يبقى دلوقتي عندنا في القاعده بتاعته خلايا صبغيه بتفرز الايه؟ تفرز الميلانين اللي بتدي الجلد اللون بتاعه. طيب دي الحاجه اللي بعد كده. اولا بقى بصوا كده، انا دلوقتي لو جيت مثلا اتكلمت على 3 اشخاص في 3 اماكن، واحد مثلا في افريقيا، واحد في افريقيا مثلا او في السودان، يعني افريقيا بلاش في افريقيا عشان بتوع افريقيا احنا من افريقيا برضو، شخص من السودان، شخص من السودان، وشخص من مصر هنخليه في النص، وشخص من ايه؟ وشخص من فرنسا. طيب وعندنا كمان شخص بنقول عليه الشخص الامهق، الشخص الايه؟ الامهق. طيب تعالوا كده نقارن بين ال3 حاجات دول او ال3 اشخاص دول. ايه اللي بيحصل في حالة ال3 اشخاص دول؟ اولا انت عندك الشخص اللي هو اللي من السودان ده، كمية الميلانين اللي عنده بتكون عالية جدا 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 جدا. الجينات بتاعته يعني في الجينات في الخلايا طبعا احنا عارفين ان احنا معلومة ايه؟ ان الدي ان ايه بيتحول لار ان ايه في الاخر هيدينا البروتين، والبروتين ده اللي هيظهر الصفة الوراثية. والبروتين هيظهر الصفة الوراثية. فالموضوع كله في الدي ان ايه، في الجينات بتاعتك. فالجينات بتاعته بتبقى كويسة جدا فبتدي ميلانين كتير. طب مصر اقل شوية، نص النص. طب فرنسا اقل شوية، اقل. انما الشخص الامهق ده ما عندوش الجين بتاع اصلا الدي ان ايه بتاع ان هو يفرز ميلانين. يعني الجين مختفي او حصل خلل في الجين او حصل طفرة في الجين. يبقى دلوقتي هو ما عندوش الجين اللي يخليه يفرز الكلام ده كله. يبقى ده فكرة الايه؟ ده فكرة الشخص الامهق. طيب بعد كده تعالوا بقى نشوف الطبقه الداخليه دي بقى. الخلايا اللي موجوده في الطبقه الداخليه دي بتحصل لها ايه بقى؟ بتبدا تهاجر للطبقه السطحيه، ولما تروح للطبقه السطحيه بتموت. مش هي حيه؟ ايوه هي حيه. لما تروح للطبقه السطحيه بصوا كده الخلايا بتاعتها حيه، تمام؟ فبتعوض الطبقة السطحية بالتجديد بشكل مستمر. ازاي؟ بتبدأ تهاجر 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 من تحت تطلع لفوق، بتلم الشنط بتاعتها وتلم الحاجة بتاعتها وهي حية، تروح فوق. اول ما تروح هناك تحصل لها ايه؟ تموت. بلاش نقول تستشهد يعني، بتموت. طب ليه بقى؟ لان هي خلاص بقت وصلت هناك وكونتها وظبطت الدنيا، وبعد كده ايه؟ بتبدأ ان هي تموت او ثم تموت بعد كده. علشان كده اصلا بنقول عليها ان هي الطبقة السطحية بتتجدد بشكل مستمر، لان هي معرضة دايما للاحتكاك. انا طول ما انا قاعد ايدي عمالة اخليها تحتك ببعضها، وشي بمسح مثلا وشي سواء بايدي او بمنشفة او باي حاجة، فبيبدأ يحصل ايه؟ بيبدأ يحصل موت للخلايا اللي موجودة ديت. عشان كده بنقول ان هي بتتجدد بشكل مستمر. طيب ده كده كل الكلام اللي هو بتاع الايه؟ طبقة البشرة. بعد كده ندخل بقى على الكلام بتاع طبقة الأدمة. الأدمة بتتكون من 5 حاجات، ولكن النسيج بتاعها نسيج ضام. الأدمة النسيج بتاعها بيكون نسيج ايه؟ بيكون نسيج ضام. طيب النسيج الضام برضو كان منه 3 انواع لو انتوا فاكرين. كان نسيج ضام اصيل، نسيج ضام اصيل، وده اللي انا اصلا بنتكلم عليه. يعني احنا اصلا الأدمة بتاعت الجلد نسيج ضام اصيل، وكان فيه نسيج ضام هيكلي، نسيج ضام هيكلي، وكان فيه نسيج ضام بيكون نسيج ضام ايه؟ وعائي. نسيج ضام وعائي. طب طبعا الهيكلي ده اللي هو مثلا مين؟ اللي هو العظام والغضاريف، عظام وغضاريف. طب الوعائي زي الدم والليمف.
طيب بعد كده بقى، اولا هو بيتكون من اهم حاجه عندنا اللي هي الغده العرقيه، وطبعا ديت المهمه بتاعه الاخراج، ولكن انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، هنخليها اخر حاجه خالص نتكلم فيها. طيب وعندنا طبعا حاجه اسمها الغده الدهنيه، الغده الدهنيه وبصيلات الشعر وعضله الشعر، عندنا حاجه اسمها الاوعيه الدمويه، طبعا عندنا الخلايا الدهنيه والكلام ده كله. فتعالوا بقى نشوف كل الكلام ده، بس مش هناخد الغده العرقيه دلوقتي. طب هنشوف الكلام ده كله منين بقى؟ من الرسمه، ونرجع نبص عليه تاني في المذكرة، وبعد كده نعرف ايه، نعرف الغدة العرقية، ونعرف الوظائف بتاعتها والكلام ده كله. تعالوا بقى بصوا كده. اولا احنا عندنا الرسمة بتقول ان احنا عندنا اول حاجة كده عندنا شعرة. فين الشعرة ديت؟ ادي الشعرة يا جماعة. تعالوا كده، الشعرة هي دي اول حاجة. فالشعرة ديت لو جينا بصينا كده، خدناها من تحت من تحت من تحت، هنلاقي فيه حاجة اسمها بصيلة الشعرة. بصيلة الايه؟ بصيلة الشعرة. شايفين الحتة اللي تحت دي؟ اسمها بصيلة الشعرة. يبقى الشعرة اول حاجة خدنا ايه؟ خدنا بصيلة الشعرة. بصيلة الشعرة بيغذيها كده، او بيبقى موجود عندها حاجة اسمها الاوعية الدموية. احنا خدنا برضه في تركيب الجلد اوعية دموية. ما هي الاوعية الدموية ديت هي اللي بتمدها يعني بيبقى في دم والحاجات دي كلها، اوعية دموية وطبعا شعيرات والكلام ده كله. وطبعا ده اصلا اللي هيحصل منه استخلاص للعرق، اللي هي الاوعية الدموية والكلام ده. يبقى دلوقتي عندنا اوعية دموية ويحصل منها استخلاص للعرق والحاجات اللي هي الجميلة اللي احنا عارفينها. طيب كده احنا خلصنا ايه؟ كده احنا خلصنا بصيلة الشعرة. ولكن نطلع شوية بالشعرة، نلاقي في عندنا حاجة اسمها غدة دهنية. نلاقي عندنا حاجة اسمها الايه؟ عندنا حاجة اسمها غدة دهنية. الغدة الدهنية دي بتفرز مواد دهنية. طب المواد الدهنية دي بتعمل ايه بقى؟ لما تفرز لي دهون، زي ما بنقول كده فوق كده الزيت ده بيعمل ايه؟ لما يعني مثلا نحط زيت على شعرنا او كريم او اي حاجة، بنعمل ايه؟ علشان يسهل خروج الشعرة. دي اول حاجة. يبقى الزيت ده بيسهل خروج الشعرة وبيمنع تقصف الشعرة. يبقى بيسهل خروجها ويمنع ايه؟ ويمنع تقصفها. طيب وكمان بيكسب الشعرة الليونة، بيخليها لينة كده عشان يمنع التقصف بتاعها، وكمان بيسهل ايه؟ بيسهل خروجها. دي الوظائف بتاعة الغدة الدهنية، ان هي بتفرز مواد دهنية او زي ما بنقول زيت. طيب بعد كده بقى عندنا عضلة هنا موجودة ديت. العضلة دي بتنقبض علشان تحرك الشعرة. طب هو يا مستر العضلة بتتحرك؟ هو الطبيعي اللي احنا عارفينه ان العضلة ما بتتحركش. ايوه صح. ولكن ازاي بقى العضلة تتحرك؟ ما هي العضلة مش بتتحرك اراديا، لا ده العضلة بتتحرك لا اراديا. عارفين زي شعر القطة كده؟ القطة تلاقي شعرها واقف كده مرة واحدة كده لما تتخض او يحصل لها اي حاجة. فهو نفس الموضوع كده. ليه نفس الموضوع؟ لان انا هل عمري قلت ايه شعري واقف؟ احنا ساعات ممكن نقول ايه ده شعره واقف من الخضه. فيعني ايه شعره واقف من الخضه؟ كلام لا ارادي. لان اصلا انواع العضلات اللي عندنا 3 انواع طبعا من العضلات. عندنا 3 انواع من الايه؟ من العضلات. ادي نوع 2 3. عندنا طبعا عضلات، بصوا كده، عندنا عضلات هيكليه، وعندنا عضلات قلبيه، وعندنا عضلات مخططه. اكتب الكلام ده ورايا. العضلات الهيكليه هنتكلم عن الاراده، وهنتكلم عن التخطيط. فالعضلات التخطيط، العضلات الهيكلية بتكون إرادية وبتكون مخططة. والعضلات القلبية بتكون لا إرادية، أنا مش بتحكم فيها، ما بقولش للقلب انقبض وانبسط، وكمان بتكون مخططة. طب الملساء لا هي إرادية ولا هي مخططة. فأكيد القلبية ديت يعني القلب. فمين بقى اللي لا إرادية عندنا تانية؟ اللي هي الملساء. فأكيد العضلات اللي هي موجودة في الشعر ديت بتكون عضلات إيه؟ عضلات ملساء. ممكن يسأل السؤال ده؟ طبعا ممكن يسأله. منطقي إن أنا أسأل سؤال زي كده أصلا، لأن سؤال يعني استنتاجا من المعلومات اللي إحنا عارفينها. طيب شايفين انتوا بقى اللي هي الخلايا اللي هي او الجزء اللي هو العصب دهيت، العصب ده بيستجيب للمس. ثانية واحدة، هو يا مستر مش انت كنت بتقول ان انا مش بحس؟ لا انت مش بتحس في الجزء الاولاني بس اللي فوق دوت لانه ميت، ولكن بعد كده بتبدأ تحس. ليه؟ لان الاعصاب ديت بتستجيب للمس والالم والضغط ودرجة الحرارة والكلام ده كله، لان هي ايه؟ نهايات عصبية حسية، فيها نهايات عصبية حسية. طب تعالوا نقرا الكلام ده. ادي عندي مثلا الشعر بتتكون من بصيله وفيها عضله عشان تحركها لو انقبضت. قرب خروجها من الجلد بيبقى موجود غده دهنيه عشان تفرز مواد دهنيه، فبتسهل خروج الشعره وتكسب الشعره الليونه عشان تمنع تقصفها. كلام جميل وقلناه. بعد كده عندك النهايات العصبيه الحسيه بتبدا تستجيب للضغط. انت ضغطت على ايدك، انت لمست ايدك، انت اتعورت، انت المستر بتاعك ضربك، درجه الحراره اللي موجوده. يبقى دلوقتي الضغط واللمس والالم ودرجه الحراره تقدر تستجيب لكل الكلام ده.
يبقى احنا كده خلصنا كل حاجة، ما فاضلش معانا غير حاجة واحدة بس، اللي هي نفهم الوظيفة الإخراجية أصلا بتاعة الجلد. نفهم الوظيفة الإخراجية. أولا الوظيفة الإخراجية بتاعة الجلد بسبب حاجة اسمها الغدة العرقية. بسبب حاجة اسمها الايه؟ الغدة العرقية. الغدة العرقية دي هي الوحدة الوظيفية للإخراج في الجلد. الوحدة الوظيفية للإخراج في الجلد. طيب ليه هي الوحدة الوظيفية للإخراج؟ لأن هي بتبدأ تستخلص العرق من الأوعية الدموية. يعني أنت مثلا عندك أدي الوعاء الدموي اهوت ماشي، أدي الوعاء الدموي ماشي مثلا، أنا أعتبر الوعاء الدموي، وعندي هنا بقى عندي حاجة اسمها إيه؟ القناة. أدي هنا دي حاجة اسمها غدة عرقية، والغدة العرقية بتبقى غدة وتطلع تفتح بمسام عند سطح الإيه؟ سطح الجلد كده. يبقى الغدة العرقية هي بيبدأ يحصل إيه؟ بتبدأ تستخلص العرق من الأوعية الدموية وتدخله عندها. استخلصت العرق. ما هو العرق ده أصلا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مية وملح وفضلات نيتروجينية، ولكن كانت بنسبة صغيرة. يبقى العرق عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية، عبارة عن ملح، عبارة عن فضلات نيتروجينية بس بنسبة صغيرة. نركز في الكلام ده كله، مش بنسبة كبيرة، لا ده بنسبة صغيرة جدا كمان. طيب وعلى حسب طبعا الوقت. فعشان كده هقول على اللي هو الايه، هقول على العرق ده حاجة موسمية، او على فكرة شغل الجلد ده حاجة موسمية، وهنعرف ليه دلوقتي برضو. العرق بقى لما الغدة العرقية بتبدأ تستخلص العرق ده من الأوعية الدموية، هيحصل ايه بقى؟ الوظيفة الأساسية محدش ينساها أبدا. الوظيفة الأساسية هو إن هو بيخرج الايه؟ إن هو بيقلل درجة الحرارة. الوظيفة 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 الأساسية للجلد. الوظيفة الأساسية للجلد هي الايه؟ هي إن هو يقلل درجة الحرارة. بيقلل ايه؟ درجة الحرارة. يبقى بيقلل لي درجة الحرارة. طيب ليه بقى؟ نركز كده مع بعض. ليه؟ اشمعنى ان هو يقلل درجة الحرارة؟ بصوا بقى تعالوا معايا. دلوقتي انا لما هستخلص العرق ده عبارة عن مية وملح وفضلات نيتروجينية. كلام جميل. طب يا مستر ليه مثلا لما يجي لي السؤال يقول لي بتقلل الميه او بتخرج الميه الزائده، بتخرج الملح الزائد، تخلص من الفضلات النيتروجينيه وتقلل درجه الحراره؟ اشمعنى اختار درجه الحراره؟ هقول لك لعده اسباب. تعالى كده، انا دلوقتي عندي الميه وملح وفضلات نيتروجينيه. لو انا خرجت الميه، طب ليه ما خرجتش الملح؟ طب لو انا خرجت الفضلات النيتروجينيه، ليه ما خرجتش الميه والملح؟ فانت عندك حاجات كتير. ده اول سبب. تاني سبب ان انت تقدر تخرج الميه والملح والفضلات النيتروجينيه عن طريق الكليتين. تقدر تخرجها عن طريق الكليتين ولا لا؟ ايوه تقدر تخرجها عن طريق الكليتين. طب دي حاجه تانية. طب لو العرق كان مهم ما كانش بيخرج في الشتاء ليه؟ طب يا مستر ما هو بيخرج بس بنسبة قليلة جدا برضه. يبقى العرق اكتر خروجه لما انت تبقى تعبان ودرجة حرارتك عالية، فالعرق يخرج تقلل درجة حرارة جسمك. دي اول حاجة. تاني حاجة ان العرق بيخرج في فصل الصيف، فممكن نقول عليه ان هو حاجة موسمية. يبقى العرق بيخرج في الصيف عشان يقلل من درجة حرارة جسمنا. يبقى العرق اهوت لما يخرج هيحصل ايه بقى؟ فيتبخر العرق على سطح الجلد فبيقلل من درجة حرارة الجسم. فدي الوظيفة الأساسية بالنسبة له، اوعى تنساها أبدا. فطبعا يزداد معدل العرق لما يكون الجو حار، فلما يرتفع درجة الحرارة تتسع الشعيرات الدموية، فلما تتسع الشعيرات الدموية الغدة العرقية هتبدأ تشتغل أكتر. فلو قلنا بقى كده، لو عايزين نعمل علاقة بيانية، طبعا هقوله لك تاني الكلام ده في الفيديو بتاع الأفكار. علاقة بيانية بين درجة الحرارة، درجة الحرارة تمام كده، ومعدل العرق. معدل العرق طبعا كل ما درجة الحرارة هتزيد كل ما معدل خروج العرق هيزيد. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة، لو مثلا قلنا درجة الحرارة واتساع الشعيرات الدموية، كل ما طبعا درجة الحرارة تزيد كل ما معدل اتساع الشعيرات الدموية هيزيد. طيب لو عملنا بقى علاقة بينية مثلا بين اللي هو اتساع الشعيرات الدموية تمام كده ومعدل خروج العرق، العلاقة طردية. كل ما الشعيرات الدموية او الاوعية الدموية يعني يحصل لها اتساع، الشعيرات الدموية اتساعها اللي هيحصل لمعدل خروج العرق. معدل خروج العرق اكيد معدل خروج العرق هيزيد. يبقى ده الكلام اللي هيحصل نتيجة معدل خروج العرق، معدل اتساع الشعيرات الدموية يعني. طيب بعد كده بقى لما اخلص كل الكلام ده كله هترده في صورة ايه؟ هترده في صورة عرق. طيب بعد كده بقى لازم يا جماعة نستحمى في الصيف، مهم جدا جدا بالله عليكم. طب ليه بقى؟ علشان العرق ده
اولا لزج، فبيسد المسام بتاعه العرق، دي اول حاجه. فمش هتعرق، فمش هتخرج الاملاح والميه والكلام ده كله، فمش هتقلل درجه حراره جسمك، دي اول حاجه. تاني حاجه بقى فيها روائح كريهه جدا 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 جدا. مش مهم الاولى، مش مهم انك تخرج عرق، مش مهم ان انت تتعب ولا تموت ولا براحتك، بس ما تموتناش احنا. فيعني ايه، فاللي هو الروائح الكريهه اللي هتخرج والكلام ده كله، راعي الناس، راعي الناس شويه. طيب ده كده ملخص سريع الحمد لله للدرس الاول. ف يعني كده خد لك بريك دقيقتين 3، وتعالى يلا بينا نبدأ على الايه، نبدأ في الدرس التاني. تعالوا بقى نبدأ ندخل على اللي هو الإخراج في الإنسان أو تابع الإخراج يعني، ولكن هنبدأ نتكلم عن الكليتين. يبقى دلوقتي احنا خدنا أول حاجة الجلد وقلنا الرئتين كانت حاجات سهلة، فبعد كده تعالى بقى نبدأ نتكلم عن إيه، نبدأ نتكلم عن الكليتين. طبعا مقدمة سريعة كده، بيبدأ يقارن بين الفقاريات الدنيا والفقاريات العليا، يعني بيقارن بين الكليتين اللي موجودين فيهم. طب فالفقاريات الدنيا بقى بيقول لك إيه بقى، بيقول لك إن الفقاريات ديت زي البرمائيات. فاكر لما احنا خدنا إن البرمائيات والثدييات الاتنين دول كانوا بيخرجوا ايه، بيخرجوا بولينة. طيب فالبولينة اللي بتخرج ديت المفروض ان هو كده عنده كلية بتخرج البول. طيب فالكلية بقى اللي في الفقارات الدنيا زي البرمائيات مختلف عن الكلية اللي في الفقاريات اللي هي الايه العليا او الراقية. طب ليه؟ بص بقى كده، اولا الفقارات الراقية بتبقى بالشكل ده اللي هي احنا، اللي هي الثدييات يعني، تبقى بالشكل ده، فبتكون فيها مكتنزة شوية كده، كنزة ضيقة شوية. انما بقى في الفقاريات اللي هي الدنيا بيبقى مختلفة شوية. ازاي؟ الكلية بتبقى طويلة ورقيقة. بص كده، تعالى كده نصغر الخط، بتبقى بالشكل ده كده، يعني بالشكل ده، ماشي، ادي بالشكل ده كده اهي، دي شكل الكليه كده في الفقاريات الايه، في الفقاريات اللي هي الدنيا. فالفقاريات الدنيا بتبقى الكليه فيها رقيقه شويه، وبتبقى على جانبي العمود الفقري. يبقى تعالى كده، انت عندك دلوقتي الكليه، الكليتين اهوت فين، في الفقاريات اللي هي الايه، في الفقاريات الدنيا. طيب بيبقى شكلها عامل ازاي في الفقاريات الدنيا؟ بتبقى طويله ورقيقه زي ما احنا قلنا، وبتبقى على جانبي العمود الفقري. خلص الموضوع. كلام سريع وسهل وبسيط جدا، ما تستصعبش الموضوع. انت خلاص اخر محطة ليك بإذن الله قبل ثالث ثانوي، فاتعود انك تذاكر، ذاكر 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 ذاكر. اه اتعود انك تقعد على المكتب وعدد ساعات معينة وتحل كتير. ده اللي لازم تتعود عليه الترم ده، ده اهم حاجة، اهم من المعلومات. بعد كده ابدأ ادور على المعلومات. طيب ولو انت عملت الاولى هتعمل التانية اكيد طبعا. بعد كده الفقارات العليا بقى، الكليه فيها زينا زي ما قلت ايه، اكثر اكتنازا، يعني بتبقى كنزه كده، بتبقى ضيقه، وبتبقى خلف البريتون اللي هو الغشاء بتاع التجويف البطني. يعني احنا عندنا دلوقتي البطن اهيت في غشاء بيغلفها، بتبقى خلف البريتون بقى. طيب بعد كده ادي الكليه طبعا، بعد كده بتنزل عن طريق حاجه اسمها الحالب. الحالب ينزل على الايه، ينزل على المثانه كده من الخلف كده، بينزل على المثانه من الخلف. وبعد كده طبعا عندنا ايه، قناه مجرى البول. يبقى دلوقتي عندنا الكليه، ثم الحالب، ثم المثانه، ثم عندنا قناه مجرى البول. طيب الكلية في الإنسان بالشكل اهوت زي ما احنا رسمناه. طبعا الكلية بتتكون من شوية حاجات. ازاي يعني ايه شوية حاجات؟ اولا كده عندنا حاجة من بره كده اسمها القشرة، دي الحاجة الجزء الخارجي ده. يبقى عندنا حاجة اسمها المحيط الخارجي، ده اسمه القشرة. وبعد كده عندنا حاجة في الجزء ده كده اسمها اللي هي حوض الكلية. يبقى اول حاجة من بره عند القشرة، ومن من جوه عندي حاجة اسمها حوض الكلية. طب من النص بقى عندي حاجة اسمها النخاع. يبقى من بره القشرة، من جوه او من النص يعني اسمها النخاع، ومن جوه حاجة اسمها حوض الكلية. طبعا داخل لها شريان كلوي، وخارج منها وريد كلوي. يبقى داخل الكلية شريان كلوي، وخارج من الكلية وريد ايه، وريد كلوي. طيب بعد كده الكلية طبعا ليها اشكال وليها ابعاد معينة. تعال نشوف الكلام ده. احنا طبعا الموقع عارفينه، ان احنا قلنا على جانبي برضو العمود الفقري، وبتبقى تقع خلف البريتون اللي هو الغشاء اللي بيغلف او بيغلف التجويف الايه، التجويف البطني. طولها بص كده، الطول والعرض والسمك، طبعا السمك مش واضح قوي. فالطول 12، العرض 7، السمك 3. الطول 12، العرض 7، السمك 3. طول 12، العرض 7، السمك 3. قولهم لوحدك 5 مرات كده انت حفظتهم. طيب بعد كده بقى الشكل بتاعها عامل زي حبايه اللوبيا، عامل زي حبايه اللوبيا. فحبايه اللوبيا بتبقى شكلها عامل كده برضو، اللي هو بيبقى كده برضو، واللي هو بتبقى بالشكل ده. فالجزء الخارجي ده بيكون ايه، بيكون محدب، والجزء الداخلي ده بيكون مقعر. الجزء الخارجي محدب والجزء الداخلي بيكون مقعر، فالجزء الخارجي محدب والداخلي مقعر.
طيب زي ما قلنا ان هو بيدخل لها شريان كلوي وبيخرج منها الوريد الكلوي، وطبعا الوريد الكلوي هيصب في الاخر في الوريد الاجوف السفلي، وبيخرج طبعا برضو منها الايه الحالب. يبقى داخل لها شريان وخارج منها وريد، وخارج منها كمان ايه وخارج منها الحالب. طيب بعد كده بقى قلنا التركيب بتاعها، وقلنا عندنا القشرة المنطقة الخارجية الضيقة، وحوض الكلية تجويف اللي هو الكلية اللي هو مقعر، وعندنا النخاع اللي هو المنطقة العريضة ولكن منطقة داخلية موجودة في الكلية. طبعا الكلية عشان تقوم بالوظيفة بتاعتها فمحتاج تتخلص من الحاجات اللي احنا عارفينها كلها بقى، مية وملح وفضلات والكلام ده كله. ازاي بقى؟ هي عندها وحدة وظيفية اسمها النفرون. النفرون ده هو اللي بيخرج كل المواد دي. يبقى انا عندي حاجة اسمها النفرون هو اللي بيخرج كل الكلام ده. النفرون ده هو الوحدة الوظيفية للكلية عشان يخرج كل المواد دي. طيب كل كلية فيها مليون نفرون، فانا لما اقول لك في جسم الانسان الواحد فيه كام مليون نفرون؟ فيه 2 مليون نفرون، فيه 2 مليون نفرون. طيب النفرون بقى بالشكل او الرسمه اللي قدامك دي، تعالى كده نفهم الموضوع. اولا ركز في الرسومات، مهمه جدا جدا جدا. اولا كده انت عندك اول حاجه دي اسمها محفظه باومان، محفظه باومان او محفظه بومان زي ما يكون يعني. فالمحفظه ده هي بقى بيخش جواها كده الشريان الكلوي ويبدا يتفرع لشرايين صغيره اسمها شرينات، ثم بعد كده ترجع تتفرع تاني في شرايين او تتلم تاني في شريان. ازاي؟ بص كده، ادي عندك الشريان اللي داخل اهو، ادي الشريان اللي داخل. الشريان اللي داخل بقى بيبدأ يتفرع إلى شرايين صغيرة بالشكل ده، شرايين صغيرة شرايين صغيرة شرايين، ثم بقى اسمها إيه؟ شعيرات ولكن شريانية. ثم بعد كده ترجع تتلم كلها تتلم في حاجة واحدة، ثم ترجع تاني لشريان كبير. هو إيه اللي حصل ده؟ ركز في الاسم اللي أنا هقوله لك ده اسمه تفرع. دي حتة مهمة، تفرع تمام، شرياني، أو ممكن نقول عليها شعيرات شريانية شريانية شريانية. طيب خلي بالك بقى، طب ما انا عندي تفرعات شريانية وردية، اي حاجة شريان ووريد يبقى دي شعيرات دموية او شعيرات شريانية وردية، ده الطبيعي. ولكن هنا انت اول مرة تعرف ان انت عندك حاجة اسمها اصلا شريانية. يعني ايه شريانية؟ يعني شرايين اتفرعت لشريانات صغيرة، ثم اتلمت تاني في شريانات صغيرة وتوصلت تاني بشريان كبير اهو. بص كده، يبقى شريان كبير اهوت داخل اتفرع واتلم تاني في شريان كبير لحد ما وصل وحصل له تبادل بقى في الايه بين الشرايين والاوردة في المنطقة اللي هي الايه بتاعه اللي هي ثانية هنل. طيب تعالى هفسر لك برضو يعني ايه ثانية هنل والكلام ده كله، انت لسه ما تعرفوش، انا بتعامل معاك على انك اول مرة خالص. طب كلام جميل. بعد كده بقى تعالى كده ناخد خط صغير ونبدأ نفهم بقى كل تفاصيل المنطقة دي. بص بقى، اولا انت عندك هنا كده ديت الايه دي محفظة باومان هيحصل فيها الترشيح. هيحصل فيها ايه؟ حاجة اسمها عملية، دي اول عملية هناخدها بقى، عملية الترشيح. هنرشح كل مكونات الدم او مش كلها يعني، في مواد مش هنرشحها. عملية الترشيح بتحصل فين دلوقتي كده؟ في محفظة باومان. يبقى محفظة باومان اربطها لي دايما ببقى ايه؟ بعملية الترشيح. الشرايين تتفرع لشريانات، خلصت الترشيح في الجزء الاولاني. دي اول حاجة في النفرون. النفرون بقى بيتكون من اجزاء تانية، حاجة اسمها انابيب. الانابيب ديت اولا كده عندك انبوبة ملتفة قريبة وانبوبة ملتفة بعيدة، وحاجة في النص عاملة زي حرف اليو اسمها ثانية هنل. يبقى حاجة في النص عاملة اهوت، هات من الاخر، حاجة في النص عاملة زي حرف اليو اسمها ثانية هنل. يبقى دلوقتي عندك المنطقة الاولانية اللي حصل فيها الترشيح. تاني منطقة بقى بيحصل فيها حاجة اسمها ايه بقى؟ ركز معايا كده بقى، اعادة الامتصاص الاختياري. بنرجع نستعيد المواد دي تاني، بنرجع نمتص مواد معينة. يبقى حصل في المنطقة التانية اعادة الامتصاص الاختياري. ركز معايا، الاختياري. طيب فالمنطقة دي بتبقى في أي منطقة؟ بيبقى أول حاجة عندك الأنابيب الملتفة القريبة، عندك الأنبوبة الملتفة القريبة. طيب تاني حاجة عندك حاجة اسمها ثانية هنل، يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة عندك ثانية هنل. تالت حاجة عندك بنستخدمها اسمها الأنبوبة الملتفة البعيدة. يبقى 3 مناطق بيحصل فيهم إعادة الامتصاص الاختياري، وعندك منطقة واحدة بيحصل فيها ترشيح. بعد كده بنلم كل الكلام ده كله، يعني بنلم الانبوبه الملتفه البعيده تخش على حاجه اسمها اللي هي الايه القناه الجامعه، ودي برضو نفرون تاني داخل على القناه الجامعه، ونفرون تالت داخل على القناه الجامعه، ونفرون رابع داخل على القناه الجامعه. طب في افكار على الكلام ده كله؟ ايوه في افكار.
طب انا هقوله لك، طبعا هقوله لك بس في فيديو منفصل ان شاء الله. ليه؟ انا عايزك تتقن الفيديو ده وتظبط الدنيا، وارجع اقول لك كل الافكار اللي بتيجي ان شاء الله على الحاجات دي، هجمعها لك كملاحظات. ولو عايز اسئله عليها اكتب لي في الكومنت، وانا هنزل لك عليها بنك اسئله حلو جدا. طيب بعد كده بقى ركز معايا بقى، خلي بالك بقى ان انت لو انا رحت لتركيب الكليه تاني، هلاقي ان الجزء اللي فوق ده هو كله بيبقى في منطقه القشره بتاعه الكليه. فاكرين انتوا المنطقه بتاعه القشره اللي هي المنطقه الخارجيه ديت؟ المنطقه بتاعه القشره الخارجيه، شايف انت الحته دي اللي هي المنطقه الخارجيه ديت؟ هلاقي فيها مين؟ هلاقي فيها محفظة بومان، هلاقي فيها الأنبوبة الملتفة القريبة، وهلاقي فيها الأنبوبة الملتفة البعيدة، وهلاقي فيها كمان القناة الجامعة، الأجزاء بتاعت القناة الجامعة. ولكن اللي هو ثانية هنا اللي بتلاقيها نازلة في النخاع وترجع تطلع تاني. فتعالى كده نرجع تاني ليها، نازلة في النخاع وترجع تطلع ايه، وترجع تطلع تاني. فأنا لو رسم الكلية بالشكل ده، فيعني مش هتيجي برضو قوي، لازم كانت المفروض تبقى ليها صورة. ولكن انت خليك برضو معايا ان انت فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. اهوت نعمل ديليت. فانت عندك الجزء ده، انت عندك اسمه ايه، انت عندك مثلا الجزء ده الاولاني اللي فوق ده كله، كل اللي فوق ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في منطقة القشرة. يبقى اول حاجة ممكن اقول لك مين؟ اقول لك عندك محفظة باومان، دي اول حاجة، ده في منطقة القشرة. تمام كده، دي اول حاجة. طيب انا هفسرك دلوقتي بطريقة حلوة. انت دلوقتي عندك محفظة باومان، ماشي، دي اول حاجة، دي واحد. طب تاني حاجة عندك مين؟ عندك الأنبوبة الملتفة القريبة. عندك مين؟ عندك الأنبوبة الملتفة القريبة. طب تالت حاجة عندك الأنبوبة الملتفة البعيدة. طب رابع حاجة عندك القناة الجامعة. خلي بالك ليه؟ اللي يسألك السؤال تبقى فاهم، لأن كده كده الأنبوبة الملتفة القريبة بتيجي عند القناة الجامعة. طب وهي الأنبوبة الملتفة قصدي البعيدة أصلا فين؟ في منطقة القشرة. يبقى كل اللي فوق في منطقة القشرة، هي حاجة واحدة بس هي اللي في منطقة الإيه؟ منطقة النخاع اللي هي ثانية هنل. طيب بعد كده بقى القناة الجامعة هتجمع تنزل على الحالب، وبس كده. ده كل الموضوع اللي احنا اللي احنا قلناه. طب تيجي نقراه، تعال نقراه سريعا. طبعا هي بتبقى مزدوجة الجدار تشبه الفنجان، ده الكلام الجديد بس في منطقة القشرة زي ما قلنا. أنبوبة النفرون اهي، هي عبارة عن 3 مناطق. أولا كده بتبقى، أولا كده المفروض إن فيه كلام، في جزء هنا ما اتكتبش الصراحة. في جزء هنا كده المفروض كان يبقى موجود، ولكن تقريبا كده هو اتحذف يعني سهوا يعني. دلوقتي تنحني في منطقة تنحني في منطقة النخاع عن طريق على حرف يو، دي ثانية هنل. وطبعا الأنبوبة الملتفة القريبة كانت فوق، ودي ترجع تتعرج تاني في الأنبوبة الملتفة البعيدة، وبعد كده ترجع تتجمع كلها تاني في حاجة اسمها الأنابيب الجامعة، اللي هتصب في الآخر في مين؟ في اللي هو الحالب، وهكذا. طيب ده بقى بعد كده تركيب الجهاز البولي. الجهاز البولي عبارة عن الكليتين والحالب والمثانة وقناة مجرى البول. كلام كله كلام سهل. الكلية وهتقوم بوظيفتها اللي احنا لسه قايلينها فوق، وبعد كده لسه هنرجع نعيدها تاني كمان شوية، اهو هنرجع نعيدها دلوقتي. تاني حاجة الحالب، هو الكلية هتتصل بالحالب علشان تصب اللي هو البول، تنقله قطرة بقطرة عشان يوصل لمين بقى؟ يوصل للمثانة. وطبعا زي ما قلنا ان هي بتبقى متصلة بالمثانة من ورا، من الخلف، بتبقى في شكل مايل شوية كده عشان تقدر توديلها الكلام ده كله. طب تالت حاجة عندنا المثانة بتبقى كيس عضلي، العضلة، فالكيس العضلي ده بيتملي. خلي بالك ان المثانة نفسها كيس عضلي، وعندها عضلة عصرة بتسدها. خلي بالك كده المثانة لها عضلتين، هي كيس نفسه وكيس عضلي. فالكيس العضلي ده ارادي ولا لا ارادي؟ فكر وجاوب. طب ولو معرفتش اجاوب يا مستر، هتلاقيها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. طب تاني حاجة عندها عضلة عاصرة بتسد الكيس العضلي دهوت عشان يتجمع فيه البول. يبقى دلوقتي هي كيس هي كيس عضلي. الكيس العضلي دهوت عشان يتجمع البول، وعشان البول يعني ما ملهاش وتفضي، املى وتفضي، فحطينا عضلة عاصرة بتسد الكلام ده كله لحد ما يتجمع البول، وفي الاخر يخرج عند الحاجة عن طريق قناة مجرى البول اللي هي بتتصل بالمثانة، والبول بيخرج من خلالها خارج خارج الجسم. كلام جميل وكلام زي الفل. بعد كده بقى تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل، وده تركيب الجهاز البولي يا جماعه. ادي الكليتين، ادي الكليه هيت بالشكل ده، وطبعا داخل لها شريان وخارج منها وريد. وبعد كده عندنا الحالب اهوت، الحالب ينزل على مين؟ على المثانه البوليه. وبعد كده عندنا قناه مجرى البول اللي بتخرج البول والكلام ده كله. طب كلام جميل. بعد كده عندنا طريقه استخلاص البول بقى، طريقة استخلاص البول. طب هو انا مش كنت لسه قايله من شوية؟ ما هو نفس اللي انا قلته ده، بس هكبر اكتر وهوضح اكتر الموضوع.
ما احنا قلنا اول حاجه عندنا ايه؟ عندنا الترشيح، وتاني حاجه عندنا الايه؟ وعندنا حاجه اسمها اعاده الامتصاص الاختياري. فعمليه الترشيح هي اللي انا عمال اقول عليها ديت عمليه الترشيح. تاني حاجه عمليه اعاده الامتصاص الايه؟ اعاده الامتصاص الاختياري. تمام كده. طيب ده هنرجع نقوله ايه؟ هنرجع نقوله مرة تانية. بس تعالوا كده، بس انا عايز اقول مكونات البول الاول. بص كده، البول اللي بيبقى خارج ده بيبقى فيه مية زيادة عن حاجة الجسم. تاني حاجة فيه الفضلات النيتروجينية، دي حاجة معروفة. فيه املاح غير عضوية، فيه مواد زيادة بقى عن الكلام ده كله زي الجلوكوز والفيتامينات. خلي بالك انا كده بعرفك المواد اللي هتخرج في البول او المواد اللي انا محتاج اخرجها اصلا. المواد اللي ايه اللي هتخرج في البول او اللي انا اصلا محتاج ان انا اخرجها. طب كلام جميل وكلام زي الفل. تعالوا بقى نعرف ازاي هيحصل الكلام ده. ازاي؟ طبعا نفس الرسمة تاني اهيت عشان تبقى انت فاهم الموضوع بيحصل ازاي. تعالى بقى كده نرجع ونجيب الموضوع من اوله. اولا كده احنا عندنا حاجة اسمها محفظة باومن. فمحفظة باومن ديت انت عندك بالشكل ده كده بتبقى عاملة زي الفنجان كده. فيجي الشريان يبدأ يتفرع 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 جواه يتفرع، ويرشح كل المكونات اللي موجودة فيه. كل المكونات اللي موجودة فيه عدا شوية مكونات. طيب التفرعات دهيت بتاعت الشريان ده بنقول عليها إيه اصلا؟ ايه بنقول عليها؟ حاجه اسمها الجمع. يعني التفرعات اللي هتحصل اسمها الايه؟ اسمها الجمع. يبقى الجمع بالضمه الجمع. يبقى الجمع ده هي التفرعات هتبدا تترشح في الحاجه دي. التفرعات قصدي هتبدا او الشريان هيبدا يتفرع في المكان ده. فالتفرعات او الشعيرات ديت اللي بنقول عليها تفرعات او شعيرات شريانيه اسمها ايه بقى؟ اسمها الجمع. طيب بعد كده يبدأ يرشح. هل كل المكونات هترشح؟ لا طبعا، هيرشح اللي هو الجزء السائل اللي موجود في الدم اللي هو البلازما. طيب عدا بعض المواد. طب ايه المواد اللي مش هترشح؟ مثلا خلايا الدم يا جماعه، لان خلايا الدم دي اصلا اللي هي خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، الصفائح الدمويه بتكون كبيره في الحجم. طيب عندنا جزيئات البروتين الكبيره برضو مش هتترشح. فكل المكونات التانية هتترشح. ميه بقى، بص بقى، ميه، فضلات، مواد معدنيه، جلوكوز، كل الكلام ده كله هيترشح. طب يا مستر ما انت لسه قايل لي مكونات البول، عشان كده قلت لك مكونات البول الاول. فانا رشحت كل المكونات. طب ثانية واحدة بس يا مستر، هو انت كده رشحت كل المية اللي في الجسم؟ ايوه، انا مثلا يعني الكلية بيخش لها تقريبا او بتفلتر ربع الدم، ربع حجم الدم كله. فالربع ده انا خدت كل المية اللي موجودة فيه، رشحتها، ثم بعد كده هرجع اعمل لها اعادة تاني. خلينا بس ماشيين مع بعض في الكلام. بص بقى كده وركز على الرسمه دي، ان انت عندك كرات الدم الحمراء مش هتترشح، عندك البروتين اللي جزيئاته كبيره مش هتترشح، لان ممكن يجي لك رسمه بالشكل ده ويسالك فيها ويقول لك اي الجزيئات الاتيه رقم 1 ولا 2 ولا 3 مش هتترشح. الجزيئات الكبيره اللي هي ما عدتش دهيت، او الجزيء دهوت اللي هو ما عداش دهوت اللي انت مش هتلاقيه هنا، تعرف ان هو ما ترشحش، فتعرف ان هو جزيء كبير. فهو ممكن يكون خلايا الدم لو جايب لك صوره خلايا الدم، او يكون بروتين. طيب فده حصل في الايه؟ في الجزء ده اللي هي محفظة باومن حصل فيها الكلام ده كله. طيب بعد كده بقى يبدأ ايه اللي هيحصل يا جماعة؟ هيبدأ يحصل حاجة اسمها إعادة الامتصاص الاختياري. إعادة الإيه؟ إعادة الامتصاص الاختياري لمكونات البلازما. يعني إيه؟ هو أنا دلوقتي ينفع أخرج المياه كلها اللي في جسمي؟ ما ينفعش يا جماعة. فلازم أعمل إيه؟ فلازم أنا دلوقتي محتاج مثلا 5 مللي من المية اللي انا رشحتها دي، فهاخد ال5 مللي. محتاج مثلا جلوكوز، هاخد الجلوكوز. محتاج مثلا املاح، فهاخد الاملاح. محتاج مثلا فيتامينات، هاخد الفيتامينات. ما عدا حاجة واحدة، كل الفضلات هتخرج في البول، مش هينفع ترجع للجسم تاني، ما بيحصلهاش ترشيح. يبقى مين يا جماعة اللي ما بيحصلهاش قصدي اعاده امتصاص؟ يبقى مين اللي ما بيحصلوش ترشيح نهائيا؟ المفروض خلايا الدم وجزيئات البروتين الكبير. طب مين اللي ما بيحصلوش اعاده امتصاص نهائيا؟ اللي هي مين؟ اللي هي الفضلات النيتروجينيه. وهركز لك برضو على الكلام ده في الورق باذن الله. طيب فيرجع بقى يا جماعه في الانبوبه الملتفه القريبه دهيت يرجع يحصل اعاده الامتصاص. فلما يرجع اعاده الامتصاص هيرجع بقى الجسم هياخد كل اللي هو محتاجه بقى، جلوكوز، ميه، املاح، الكلام ده كله، بس هيسيب كل الفضلات النيتروجينيه تخرج في البول. بعد كده خرجوا بقى عند البول يا جماعه، ادي البول اهوت. البول هيروح يخرج فين بقى؟ يروح بعد كده بقى للحالب، وبعد كده من الحالب يروح المثانه. تمام كده. طيب دلوقتي ده كل الكلام بتاع ايه؟ بتاع اللي هو البول. بعد كده بقى هيبدأ يحصل ايه؟ هيبدأ يحصل اللي هو يعني احنا كده قلنا ان احنا عشان نستخلص البول او عشان نخرج البول عملنا ترشيح وعملنا اعادة الامتصاص. ولكن اعادة الامتصاص ده لسه فيها كلام كتيرة جدا. ليه؟ لان لو الكلية خدت كل المكونات اللي هي
استخلصتها وخرجتها، فدي مصيبة كبيرة، لان الجسم محتاج كمية مية عالية. فعارفين الجسم هيفقد كمية مية قد ايه؟ يعني المية اللي هيشربها هيخرجها، اللي هيشربها هيخرجها. فهل ينفع الكلام ده؟ لا، مش هينفع. فمحتاج يعمل ايه بقى؟ طبعا بنقول في الحالة ديت هيشرب 170 لتر من المية عشان يعوض اللي هيفقده. بمعنى صح، يقف كده بإزازة يشرب ويفضي المية دي، يشرب ويفضي المية دي، ولكن بيحصل إعادة الامتصاص. فدلوقتي يعني أول حاجة أنا بقول لك إن ربع حجم الدم هو اللي بيتفلتر في الدقيقة الواحدة، لأن أنت دمك عبارة عن 6 لتر مثلا، لو أنت عندك دم يعني أصلا. طب بترشح منهم قد إيه؟ من 5 ل6 طبعا لتر. طيب بترشح منهم قد إيه؟ من 1 و2 ل1 و3 لتر بترشح منهم الدم ده في الكلية. يعني اصلا الكليه بيدخل لها ربع حجم الدم، فكل دقيقه انت بترشح ربع حجم الدم، كل دقيقه بترشح ربع حجم الدم. طيب فدلوقتي بقى كده الكليه لو حسبنا بقى، انت عندك 1 و3 لتر، 1 و3 لتر بيدخلوا للكليه ديت في كام ساعه؟ في الدقيقه الواحده، في الدقيقه. وانت عندك كام دقيقه في الساعه؟ انت عندك 60 دقيقه في الساعه. طب وانت عندك اصلا كام ساعه في اليوم؟ في 24 هتلاقيهم تقريبا 1600، او هو ممكن يكون حاسب 1002، 1 و2 لتر كمان. تمام، بياخد العدد القليل دائما. طيب فده كده ربع حجم الدم اللي القلب بيضخه في اليوم كله، فانت الكليه بتفلتر لك ربع الدم. كده الموضوع حلو، طبعا حلو. طيب تعالى بقى، انت برضو لسه في حاجات ما قلتهاش، لسه هنقولها دلوقتي. عندك تاني حاجة، لو انت بتتكلم عن البلازما، فدلوقتي انت عندك البلازما ديت نص تقريبا الدم. احنا كنا بنقول ان البلازما 54% من الدم، فنقول نصها. فعندك حوالي 3 لتر من البلازما بتمر خلال الكلية عشان يتم فحصها والكلام ده كله. هو الاول فوق كان بيكلمك على مين؟ كان بيكلمك على الدم كله وبيخش كام مرة. دلوقتي يكلمك على البلازما، حاجة خاصة شوية بس. فالبلازما بقى بتخش كام مرة عشان تتفحص؟ 560 مرة عشان يتم فحصها بشكل دقيق جدا 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 جدا. طيب تعالى بعد كده عشان يعني ايه الموضوع ده محتاج ان احنا نتكلم فيه، اللي هو ايه بالظبط؟ اللي هو مش كل المواد بيحصل لها ترشيح. مش كل المواد بيحصل لها ترشيح. ليه؟ لان انا قلت لك الميه محتاجها، انت لازم ترجعها، لازم تعمل لي اعاده امتصاص. كمان في حاجه مهمه جدا، الجلوكوز يا جماعه مش بيترشح كله. طب ليه بقى الجلوكوز مش بيترشح كله؟ لان الجلوكوز اصلا تقريبا هو بيرجع كل الجلوكوز للجسم. يعني الجلوكوز بيرجعه كله، بيرجعه كله. يعني المفروض الجلوكوز ما يكونش خارج في البول، لا الجلوكوز ما ينفعش يخرج في البول اصلا. يبقى الجلوكوز ما بيخرجش في البول، لا مش بيخرج في البول. طب امتى بيخرج؟ لو زاد عن حده، لو بقى فيه كده الشخص ده عنده سكر، فيبدأ ان الجلوكوز يظهر في البول، يبقى الجلوكوز الجسم بيرجع كل الجلوكوز. طب هيرجع الجلوكوز كله ازاي بقى؟ طب ثانية واحدة، دلوقتي لو الجلوكوز في محفظة باومان، او بقى هندخل على اللي هو الانبوبة الملتفة القريبة، يبدأ ان هو يعمل ايه؟ يبدأ ان هو كده بيبدأ ان هو هيخرج الايه، هيخرج او هيعمل اعادة امتصاص. طب هيعمل اعادة امتصاص لحد ما يرجعه، هيرجع كام في المية؟ 50%. هيرجع حاجة بسيطة مثلا معينة اهوت، وانا بقول لك دلوقتي انا عايز ارجعه كله 100%. طب هيحصل ايه؟ هيرجعه بالنقل النشط. يبقى لو الانتشار مش نافع، الانتشار مش عاجبك، هرجعك بالنقل النشط. يبقى هو لازم يرجع كل محتويات الجلوكوز، لازم ترجع يا جماعة، ما فيهاش هزار. ديت الميه هخرجها عادي، بس ما ينفعش ان انا اخرج جلوكوز في البول، لازم ارجع كل المحتويات. طب يا مستر انا ظهر في البول ده جلوكوز، معناها ان الجلوكوز في دم الشخص ده او في البول بتاع الشخص ده عالي جدا، او الشخص ده عنده السكر بمعنى اصح، الشخص ده عنده السكر، فنسبة الجلوكوز عنده بتكون عالية، فيبدأ يظهر منها في الايه، يظهر منها في البول. طبعا ممكن يظهر بنسبة قليلة جدا، يبقى ديت حاجة يعني خلل شوية في الكلية. ولكن انا بتكلم ان انا الاقي جلوكوز، لا طبعا مش بيحصل بالبساطة اللي احنا متخيلينها دي. طيب بعد كده بقى عندنا حاجة اسمها الفشل الكلوي، وهي ان الكلية اصلا تعرف عن الشغل بتاعها. الفشل الكلوي ان الكلية مش قادرة تقوم بالوظيفة بتاعتها، الكلية مش قادرة تقوم بوظيفتها. طب طالما الكلية مش قادرة تقوم بوظيفتها، ليه؟ لان المواد الاخراجية حصل لها تراكم في جسمك، فانا عايز اخرجها. الكلية وقف الشغل بتاعها، فالمواد ديت تراكمت في الجسم، فلما تراكمت في الجسم فأثرت على الجسم، فيحصل تسمم، فيموت الشخص دوت ونرتاح منه. تمام، طبعا عافانا الله. لو انا اتكلم يعني بنهزر، ولكن الاشخاص اللي عندهم يعني فشل كلوي، يعني ناس تعبانه جدا جدا جدا،
وصحتها بتبقى يعني ايه، بتبقى متدمرة جدا. ماشي. ويعني بيضطر ان هو يغسل كلى مرتين او 3 في الاسبوع، وطبعا بتاخد ساعات طويلة، وهنفهم يعني ايه اصلا غسيل كلوي دلوقتي. والموضوع ده بيبقى شاق جدا 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 على حياتهم. وبيفضل عايش تقريبا طول حياته الى ان يتوفاه الله بان هو يغسل كلى. دلوقتي انت عندك ممكن الشخص ده يعيش بكلية واحدة، يعيش بكلية واحدة، بس في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الكلية هتبدأ، الكلية التانية هتكبر شوية في الحجم، وتقدر ان هي تقوم بوظيفة الكليتين. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هي الكلية لما هتزيد في الحجم هتزود عدد النفرونات اللي بتعمل امتصاص والترشيح والكلام ده كله، ولا هتعمل ايه؟ ده سؤال فكر فيه وجاوبني في الكومنتات. يعني هل دلوقتي كده اللي هيحصل ان هو وقف الفيديو دلوقتي كده فكرت اكتب في الكومنتات ان الكلية دلوقتي، انا بقول دلوقتي ايه، ان الكلية بدأت تنمو وتكبر في الحجم، فاللي هيحصل بقى ده سؤال مقالي مثلا. فاللي هيحصل لما دلوقتي الكلية هتكبر في الحجم وتقوم بوظيفة الكليتين، ايه اللي هيحصل؟ هتزيد في عدد النفرونات ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ طيب دي حاجة. الحاجة التانية بقى، ان لو الشخص ما عندوش ولا كلية مش هيعيش طويلا، وفي الاخر هيموت. طيب بعد كده بقى عندنا حاجة اسمها جهاز الكلى الصناعي. جهاز الكلى الصناعي اللي بالشكل ده يا جماعة، الفكرة بتاعته ان انا عندي كده مادة كده زي سائل كده. السائل ده بحط فيه، اسمه سائل التنقية. طب السائل ده بيبقى فيه المية وبيبقى فيه الملح وبيبقى فيه الجلوكوز وبيبقى فيه الفيتامينات وفيه كل حاجة، ما عدا مش بنحط فيه الفضلات النيتروجينية. طب ايه الفكرة بتاعته يا جماعة؟ لما ابقى حاطط فيه المية وابقى حاطط فيه الملح وابقى حاطط فيه كل المكونات ديت، فايه اللي يحصل؟ فدلوقتي المفروض، بصوا كده اهو، انا لما حطيت فيه سائل التنقية فايه اللي يحصل؟ هينقل طبعا من التركيز المرتفع للمنخفض. طب لما ما يلاقيش في سائل التنقية ده ولا ملي فضلات نيتروجينية، ولا ملي يوريا، ولا ملي اي حاجة من فضلات نيتروجينية، يوريا، اي حاجة من دي، ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ ان هو ينقلها من التركيز المرتفع في الدم، ينقلها لسائل التنقية. يبقى هو عمل ايه؟ نقلها من المرتفع للمنخفض. طب لما نحط فيه ميه بقى ايه اللي يحصل؟ مش هينقل الميه كده، لان الميه نسبه كميتها تبقى عاليه. الميه اللي انا محتاجها مثلا، وليكن انا عندي في جسمي ميه 10 جرام، 10 او 10 لتر مثلا يا جماعه، مش مشكله. وعندي 2 جرام 2 جرام ايه، 2 جرام ملح، وعندي 3 جرام جلوكوز، يعني زي ما يكون يعني. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ انا بالنسبه للميه الطبيعيه المفروض كانت تبقى 8، و2 ملح، و2 جلوكوز، و3 جلوكوز. والمفروض ان انا اصلا بيبقى صفر اللي هو مين؟ اللي هو فضلات نيتروجينيه. فهعمل ايه بقى؟ سائل التنقيه هيشتغل ازاي؟ بص بقى كده. اولا انت بتنقل من المرتفع للمنخفض، فدلوقتي ادي الايه، ادي المرتفع اهوت، ادي الايه، ادي التركيز المرتفع هنا اهو، ادي التركيز المرتفع هنا. انت طبعا محتاج صفر، وهو كام؟ وهو 20. فهتعمل ايه؟ فسائل التنقية هيبقى فيه الارقام ديت، هو حاطط الارقام دي عنده، فيبقى فيه 8 ميه، ويبقى فيه 2 ملح، ويبقى فيه 3 جلوكوز، ويبقى فيه صفر اللي هي يوريا او فضلات نيتروجينيه. وزي ما انا قلت هي كده كده لازم تكون صفر، ومش هو مش اختيار، هو كده كده هتكون صفر يعني. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ بص كده، اللي هيحصل ان ده هيتنقل من المرتفع للمنخفض، فتلاقي هنا بقى فيه 2 ميه، مش هتلاقي فيه ملح، مش هتلاقي فيه جلوكوز، ولكن هتلاقي فيه 20 ايه، ولكن هتلاقي فيه 20 اللي هو اسمها ايه، فضلات نيتروجينيه. غلط، مش هتلاقي 20، مش بالبساطة ديت. مش هو المفروض بيتنقل من المرتفع للمنخفض إلى أن يتساويا؟ فتلاقي هنا بقى فيه 10 وهنا بقى عندك 10، ويفضل في دم المريض 10. ده في المرة الأولى في غسيل الكلوي. المرة التانية يرجع يعمل إيه؟ هو عنده 10، فيرجع ال10 دول ينقلهم من المرتفع للمنخفض لحد ما يبقى فيه 5، يبقى هنا 5 وهنا 5. طب هو لسه عنده 5، يعمل الغسلة التالتة. لما الغسلة التالتة يحول من ال5 دول يبقوا 2.5 2.5، فيتفضل 2.5 عنده، فيرجع ل2.5 يعمل لهم غسلة اهوت، يعمل لهم غسلة من 2.5 ل1.25. لسه كمان ممكن يعملوا كمان مرة. 1.25 يبقى كام؟ نقسم ادي نص، و25 يبقى حوالي 12.5. المهم هتفضل نسبة بسيطة جدا، ممكن يكتفي بهذا الايه، بهذا القدر، وتفضل عادي الفضلات النيتروجينية موجودة، لانه كده كده بيغسل 3 مرات في الاسبوع. طيب فايه اللي بيحصل يا جماعة؟ سائل التنقية ماشي بالنظام اللي انا قلته ده اهوت.
ازاي بيقوم؟ اولا كده احنا عندنا بقى دم المريض هيبدأ يدخل جوه انبوبة كده، الانبوبة اللي دخلت ديت عاملة زي السلوفان. فالسلوفان ده عشان تعمل ايه يا جماعة بقى؟ السلوفان ده عشان يبدأ ان هو ينقل من التركيز المرتفع للتركيز المنخفض، بمعنى اصح يعني بخاصية الانتشار. طب خلي بالكم بقى يا جماعة، عشان السلوفان ده في ناس اللي هو مفكرة السلوفان ده اللي هو الورق الفويل. لا، ومش ورق الفويل. تمام، ورق الفويل ده حاجة تانية خالص. السلوفان ده يا جماعة زي كده ورق الترشيح. ورق الترشيح زي الغشاء البلازمي كده يا جماعة، اللي هو بينقل من التركيز المرتفع للمنخفض، وكمان بينقل المية، بينقل حاجات معينة يعني، والكلام ده كله يا جماعة. فهو عامل زي الايه؟ عامل زي السلوفان. طيب بعد كده بقى بيمر من الجهة الأخرى للغشاء سائل التنقية. فسائل التنقية ده عشان يبدأ بقى ايه؟ نقارن بين بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، اللي هو من التركيز المرتفع للمنخفض، او من المرتفع هنا للمنخفض هنا زي ما يكون. تمام، فانا كنت في سائل التنقيه بحط فيه المواد بالنسب اللي انا محتاجها، فاكيد يعني مش هينقل من المرتفع للمنخفض بقى، هينقل الزياده بس. يعني مثلا لو انا الجلوكوز الطبيعي 3 وانا عندي كده كده 3، فهينقل مش هينقل، يبقى انا كده بحط النسبه المظبوطه بالظبط. فسائل التنقيه كان بيبقى فيه كل محتويات اللي انا محتاجها ما عدا اليوريا والمواد الاخراجيه اللي هي اليوريا بمعنى صح يعني. النواتج الاخراجيه دي اللي هي الايه برضه في الاخر اللي هي اليوريا. طيب بعد كده بقى المواد الضاره بقى تبدا تتنقل من دم المريض لحد ما تروح لفين؟ تروح اللي هو السائل اللي هو بتاع التنقيه دوت اللي موجود بوعاء الكليه. تمام كده. طيب هتتنقل عن طريق حاجه اسمها الايه؟ هتتنقل عن طريق حاجه اسمها الانتشار، لان التركيز المرتفع هنا يتنقل لحد التركيز المنخفض، ثم يرجع الدم للمريض. طب ما هو يا مستر راجع، كان الاول 20 بقى 10 و10، فعنده لسه 10، نرجع نعمل تاني. بصوا كده، تتكرر هذه العمليه عده مرات، كل منها تستغرق عده ساعات في اليوم، فعشان كده العملية شاقة. ثم نرجع نعملها مرتين أو 3 مرات في الأسبوع على حسب الشخص ده وعلى حسب الفضلات النيتروجينية اللي موجودة عنده. طب خلي بالكم بقى، طب ما ممكن نقول هنا هو الفضلات النيتروجينية دي أصلا جت منين؟ طب هي ناتجة عن تكسير إيه؟ مش هي ناتجة عن تكسير البروتين؟ طب ما هو لما تبقى ناتجة عن تكسير البروتين، ناتجة عن تكسير الإيه؟ البروتين، إيه اللي هيحصل يا جماعة؟ البروتين ده اللي هو كده، اللي هو مثلا لحمة، لحوم لحمة، تمام، عندنا مثلا فول، اي حاجه فيها بروتين، فيبقى ينصح ان الشخص ده ما ياكلش الكلام ده كله. طب ما هو لا، ده كده يا جماعه اللي هو ايه؟ اللي هو هيخرج في البول، فالبول بتبقى المفروض الريحه بتاعته بتبقى نفاذه لما الشخص ياكل لحمه. طب ما هو نفس الفكره برضو في العرق، لما الشخص لما في العرق برضو كذلك، العرق بتبقى ريحته مش حلوه جدا 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 لما الشخص ده يبقى واكل اكل فيه بروتين اللي هو لحمه او الكلام ده كله. ولازم تبقى فاهمين الحته دي، لان العرق هيبقى فيه فضلات نيتروجينيه، الفضلات النيتروجينيه هتبقى سامه ومش حلوه وريحتها نفاذه، وديت مش افضل حاجه. طيب بعد كده بقى عندنا تالت حاجه معانا او رابع حاجه، ودي اخر حاجه في الاخراج في الانسان، اللي هي مين؟ اللي هي الكبد. الكبد ده بقى طبعا هو ليه دور في عمليه الاخراج، ولكن ليه دور تاني في عمليه الهضم. فممكن اقول عليه عضو اخراجي وعضو هضمي، او ليه علاقه بالهضم، هضمي واخراجي. طب الهضم ليه؟ لان هو كان عندنا الكبد ده كان مش بيخرج الحويص اللي هي العصاره الصفراويه. فالعصاره الصفراويه دي بتعمل ايه؟ العصاره الصفراويه كانت بتعمل ايه؟ العصاره الصفراويه كانت بتخرج الايه؟ الصفراء. تمام صح كده، او تخرج او الكبد يعني بيخرج العصاره الصفراويه عشان تعمل ايه؟ عشان تهضم الدهون. يبقى ليه دور في هضم الايه؟ هضم الدهون، دي اول حاجه. طب تاني حاجه بقى ليه علاقه بايه؟ بعمليه الاخراج. طيب يبقى هضم وتمثيل غذائي هما الاثنين واحد، وعندنا عمليه الايه؟ وعندنا عمليه الاخراج. طيب احنا كنا بنقول طبعا عندنا انه بيعمل هدم وتحطيم للسموم علشان يحولها لمواد غير سامه، عشان يحولها لمواد ايه؟ غير سامه. فديت فكره ان هو بيتخلص من السموم. يبقى المواد اللي بتمتص في الامعاء اللي هي السموم يعني، فبيتخلص منها عن طريق ان هو بيحولها لمواد غير سامه. دي حاجه. الحاجه كمان ان هو انت عندك مثلا النيتروجين، او عندك اللي هو الحمض الاميني. طب تركيبه عامل ازاي؟ الحمض الاميني هو بيبقى شكله بالشكل ده كده. عندك طبعا ادي ذره كربون، مجموعه القايل اهيت، وعندك هنا مجموعه كربوكسيل سي دبل بوند او اتش، وعندك هنا ذره هيدروجين، وعندك هنا هيدروجين، وعندك هنا مش هيدروجين يعني، وعندك هنا ايه؟ وعندك هنا مجموعه امين NH2. فمجموعه الامين او مجموعه الامين يعني زي ما بيقولوا، المجموعه ديت هنبدا ناخدها كده مع الاتش ديت، فيبقى كده عندك NH3. وده كده انت في الاخر هتخرج هتخلي الكلام ده كله انت كده حولته ليوريا، وفي الاخر هتطردها في صوره بولينا بالنسبه للانسان عن طريق الايه؟ عن طريق الكليتين خارج الجسم بتاعنا. طيب ممكن يحصل حاجه اسمها تسمم البولينا لما المواد الاخراجيه تتراكم في الجسم، اللي هي فكره الفشل الكلوي.
فاهو الفشل الكلوي. يبقى الفشل الكلوي اللي فوق اللي احنا قلنا ده كان فوق شويه، فالفشل الكلوي ده اللي هو هيدينا حاجه اسمها ايه؟ هيدينا حاجه اسمها تسمم البولينه. فتسمم البولينه ده بسبب ايه؟ بسبب ان الكليتين مش قادره تقوم بالوظيفه بتاعتها. فلما الكليتين ما تقدرش تقوم بالوظيفه بتاعتها، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل حاجه اسمها الفشل الكلوي. طيب بعد كده بقى تعالوا نتكلم، طبعا برضو ده الواجب ماشي، ده طبعا عشان دي المذكرة زي ما قلنا. بعد كده احنا هنبدأ نتكلم على ايه؟ هنبدأ نتكلم على الدرس الثالث اللي هو الإخراج في الكائنات الحية اللي هي النبات. طيب برضو خد لك بريك 5 دقايق، اعمل ستارت وارجع معايا تاني. انا ان شاء الله هظبط لك الدنيا خالص. انت كده بالنسبة لك دلوقتي تقريبا بقالك ساعة وشوية، ساعة و5 دقايق تقريبا او ساعة مثلا. وبعد كده هتبدأ تعمل ايه؟ هيبقى مثلا انت كده خلصت المراجعة في ساعة ونص. بعد كده تقدر تسمع مثلا الفيديو اللي هيتصور التاني، ممكن مثلا يكون نص ساعة او ساعة بالكتير، نص ساعة، وممكن نعمل نص ساعة حل. يبقى انت كده تدخل المادة بساعتين ونص، مش محتاج اكتر من كده خالص بإذن الله يعني. طيب دلوقتي بقى الإخراج في النبات. الإخراج في النبات يعني الموضوع بسيط شوية. ليه؟ وحتى الدرس هتلاقيه سريع كده وحاجة سهلة وحاجة عسل يعني. طب ليه؟ مع ان انا عارف ان معظمكم ما بيحبش النبات. طب ليه بقى؟ علشان النبات اصلا الاخراج فيه مش بيمثل له مشكله كبيره، لان اصلا النبات الفكره بتاعته ان سرعه الهضم اللي موجوده فيه بتكون بطيئه جدا مقارنه بالانسان، مقارنه بالحيوان. لو مثلا قلنا ان الحيوان ده مش عارف بياكل حاجه معينه، ده وزنه والتاني ده وزنه كده، الاتنين نفس الوزن، فمعدل الاخراج هنا او معدل الهضم هنا يعني اقل بكتير، اللي هو في النبات اقل بكتير من الانسان والحيوان. طيب فدلوقتي عشان كده مش بنقول ان احنا عندنا جهاز اخراجي متخصص. احنا دلوقتي في الانسان بنقول عندنا الجهاز الاخراجي مثلا، انما هو عنده في النبات هو ما عندوش جهاز اخراجي متخصص. لان اول حاجه ان هو معدل الهضم بيكون قليل، دي اول حاجه. تاني حاجه، طب هو انا مش انا عندي هضم؟ ايوه انت بتقول ما عندك هضم اهو، طب ما تخرج المواد اللي انت عملت لها هضم دي. قال لك لا، قال لك ده انا المواد اللي بخرجها ديت ببدأ استخدمها تاني. قال لك هو انا بخرج ايه؟ قال لك انا بخرج ميه وثاني اكسيد الكربون من البناء من التنفس، برجع استخدمهم تاني في البناء الضوئي. لو انتوا فاكرين الترم الاولاني كنا بنقول الميه وثاني اكسيد الكربون بنستخدمها تاني في ايه؟ بنستخدمها تاني في البناء الضوئي. طب في حاجه كمان، الفضلات النيتروجينيه بنرجع نستخدمها في بناء البروتين. طب ما انت كده يا باشا ما عندكش اي حاجه محتاج تخلصها. لا، عندك ميه وعندك ملح، عندك ميه وعندك ملح، برضو ركز في الحتت دي. يبقى تعالى بقى كده، اولا كده انت عندك ملح وعندك ميه وعندك حاجات من ديت. فاول حاجه عندك الاملاح والاحماض المعدنيه اللي هي بتبقى موجوده في النباتات الارضيه. اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في النباتات الارضيه بتبدا تختزن او بتبدا يخزنها في السيتوبلازم او الفجوات اللي موجوده في النبات على شكل بلورات. طبعا البلورات ما بتدوبش في الايه، ما بتدوبش، وطبعا كده مش هتشكل له اي ضرر. احنا قلنا في المنهج 2 بلورات، اكتبهم لي في الكومنتات. 2 بلورات اخدناهم، بلورات فين في الدرس الاول، ودي التانية هي اكتبهم لي في الكومنتات. طيب بعد كده بقى عندك اللي هو مثلا عندك ثاني اكسيد الكربون، ما انت عايز تخرجه ثاني اكسيد الكربون. عندك الاملاح، لو انت بتتكلم عن الجذر فممكن اخرجهم عن طريق الجذر. طب لو انت بتكلمني دلوقتي بقى عن مثلا الورق، ممكن اخرج ثاني اكسيد الكربون اللي هو ناتج عن عملية التنفس عن طريق صغور الورقة، وممكن اخرج الاكسجين اللي هو الناتج عن عملية البناء الضوئي عن طريق برضو الورقة او عن طريق الصغور اللي موجودة في الورقة. يبقى دلوقتي لو انت بتكلمنا عن طريق الجذر فانا هخرج اللي هو ثاني اكسيد الكربون والملح. طب لو انت بتكلمنا عن الورقه والصغور بتاعه الورقه فانا اقدر اخرج ثاني اكسيد الكربون واخرج الاكسجين عن طريق اللي هو الصغور بتاع الايه، بتاعه الورقه. طيب بعد كده بقى، طب ما انت عندك مثلا هنا المفروض هنا فيه واحده شكل دي كده. فانت دلوقتي عندك مثلا املاح معدنيه مثلا زي الكالسيوم مثلا. فالكالسيوم ده عايز تتخلص منه ازاي بقى؟ تتخلص منه تبدا تجمعه في الورق بتاع النبات. يبقى انا خدت الكالسيوم وجمعته في الورق بتاع الايه، بتاع النبات، ثم بعد كده اقدر اعمل له ايه؟ اخرجه في النهايه. يبقى انا دلوقتي لميت الورق ده كله كده وجمعت الكالسيوم موجود في الورق واجي في فصل الخريف يحصل ايه؟ يحصل تساقط للورق. فلما حصل التساقط بتاع الورق اللي يحصل ايه في الاخر؟ ينزل للايه؟ ينزل للتربه. طيب ما التربه دي غنيه بالكالسيوم، ثم يرجع تاني الكالسيوم يطلع فوق وترجع تتخلص منه عن طريق الورق. طبعا في ورق هيطير،
فالورق اللي هيطير ده او اللي هيتلم ده كده قلل الكالسيوم اللي موجود في التربه، او يرجع تاني يتحلل في التربه وترجع تبقى غنيه بالكالسيوم مره تانية. بس فده كده فكره الايه، ده فكره اللي هو ان ليه النبات ما عندوش مشكله. طب النبات يا مستر لما هيخرج ايه؟ ما احنا قلنا ان هو دلوقتي بيخرج ثاني اكسيد الكربون والاكسجين عن طريق صغور الورقه، وبيخرج ثاني اكسيد الكربون برضو والاملاح عن طريق الجذر، وبيتخلص من الاملاح عن طريق مين؟ عن طريق اللي هي اللي هو الايه، ان هو بيحصل تساقط للورقه والكلام ده كله. فانا ممكن يعني ان انا نعمل تقسيمه كده اهوت. لو انا قلت لك عن طريق الجذر، مثلا عندك الجذر دلوقتي، مثلا ادي الجذر اهوت، فالجذر ده مثلا هيخرج مين؟ هيخرج ثاني اكسيد الكربون وهيخرج الاملاح. دي اول حاجه، يبقى انا اقدر اقول ان الجذر هيخرج دول. طب ما انا ممكن اقول مثلا عندي الورقه او صغور الورقه يعني، فصغور الورقه هتخرج ثاني اكسيد الكربون وهتخرج الاكسجين. طبعا ثاني اكسيد الكربون الناتج عن التنفس، والاكسجين الناتج عن عمليه الايه، عن عمليه البناء الضوئي. طيب ممكن نقول بقى ان انا ممكن اخرجها عن طريق فكره التساقط، ان انا تساقط الاوراق والكلام ده كله، فهي فيها كده المواد، فهخرجها بالمره وخلاص. طيب بعد كده طبعا النباتات الارضيه بقى، واحنا ايه قلنا ان احنا بنخزنها اصلا فيها. طبعا انا كل اللي انا هاجي اتكلم عليه دلوقتي هو ان انا اخرج الميه، دي اهم حاجه. طبعا الادماع ان انا بخرج ميه اهيت. بصوا كده الادماع بيحصل ازاي؟ شايفين انتوا الورقه بتاعت النبات بالشكل ده؟ شايفين انتوا القطرات اللي موجوده على طرف الورقه بالشكل ده؟ اهو ده فكره الادماع. يبقى الادماع هو خروج الميه، او خروج الميه على هيئه قطرات من اطراف الورقه. يبقى خروج الميه على هيئه ايه؟ بص كده اهو، خروج قطرات مائيه عند اطراف الايه، عند اطراف الورقه بتاعت النباتات. طيب الكلام ده كله بيبقى في الصباح الباكر في نهايه فصل الربيع. يبقى في فصل الربيع او في النهايه كمان اكتر يعني، في نهايه فصل الربيع بيبقى في الصباح الباكر. طيب يبقى دلوقتي خروج الميه او خروج قطرات الميه في نهايه ايه، في نهايه فصل الربيع في الصباح الباكر. طبعا الكلام ده كله احنا بنقول ان احنا عندنا ايه، ان احنا ما عندناش جهاز اخراج متخصص. طب يا مستر هو انا دلوقتي بخرجها عن طريق الصغور، مع ان انت هتقول دلوقتي ان انا عندي حاجه اسمها الصغر المائي هو اللي بيخرج الكلام ده. ما هو اصلا الكلام ده بتاع الادماع اسمه صغر مائي، ده جهاز دمعي متخصص بالنسبه للادماع. يبقى دلوقتي عندنا جهاز اسمه ايه؟ جهاز دمعي متخصص. عارفين هو ايه؟ بيدمع، بيعيط، يبقى هو دلوقتي عنده جهاز دمعي متخصص. طيب ولكن هي مش بتخرج عن طريق الصغور اللي موجوده في الورقه. عارفين طبعا انتوا الصغور اللي بتبقى موجوده في السطح السفلي بتاع الورقه؟ لا هي مش موجوده فيها، ده هي موجوده فين؟ ده هي عندها جهاز دم متخصص، هو عباره عن خليه مثلا واحده او يعني اكتر من خليه، كحاجات بسيطه برضو يعني 2 3 4. طيب ولكن بتفضل مفتوحه بشكل مستمر، مش زي الصغور. الصغور لما هنيجي ناخدها كمان شويه تلاقيها بتتفتح وتتقفل. طيب القطرات الدمعيه دي بقى، احنا دلوقتي بنقول اصلا ان انا بخرج الميه بس، ولكن الدموع بتبقى ميه بملح. لو انتوا يعني حد ده الدموع بتاعته بيلاقي مالحه شويه كده، فهي ايه اللي بيحصل بقى؟ ليست ماء خالصا، ولكن فيها مواد بتترسب لو حصل لها تبخر بشكل سريع. يبقى دلوقتي اول حاجه كده الصغور، حاجات نستنتجها ان الصغور المائيه مفتوحه بشكل مستمر، مفتوحه بشكل مستمر. الكلام ده طول العام ولا في اوقات معينه؟ طبعا في اوقات معينه، في نهايه فصل الربيع. طب طول اليوم؟ في نهاية الربيع. طب طول اليوم؟ لا طبعا، ده هي بتبقى في الصباح الباكر، في الصباح الباكر. طب هي عندها جهاز متخصص؟ اه طبعا عندها جهاز دموي متخصص الباكر. طيب بيتكون طبعا من خلية او اكتر. طب هل هي بتبقى مية خالصة؟ لا ليست ماء خالصا، ولكن فيها ايه؟ فيها بعض المواد زي مثلا بعض الاملاح مثلا. والاملاح ديت او المواد ديت هتتبخر او هتترسب لما يحصل تبخر للمواد دي بشكل سريع. بعد كده نبدأ ندخل عن النتح اللي هو فقد المية بس في صورة بخار، ودي اهم كلمة عندي ان هو بقى في صورة ايه؟ في صورة بخار. طيب بعد كده بقى عشان اثبت فكره النتح والكلام ده كله، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ ايه اللي هيحصل؟ ان دلوقتي هيبدا يحصل امتصاص، والامتصاص يطلع لحد ما يوصل للورقه، وفي الاخر هيحصل ايه؟ هيحصل ان الميه تخرج عن طريق الايه؟ عن طريق الصغور الموجوده في الورقه. فتعالوا كده نبدا نعرف اول حاجه عندنا واهم حاجه عندنا هي النتح ايه؟ هي النتح الصغري. النتح الصغري هو فقد الميه في صوره بخار عن طريق الصغور. يبقى انا دلوقتي الموضوع كله ان انا بخرج الميه عن طريق الصغور. طب ما تيجوا نرسم الصغور دي كده ونعرف مكانها فين والكلام ده كله. انا مثلا لو رسمت نبات، فانا هرسم نبات بالشكل ده كده، هرسم النبات بالشكل ده، ادي الشكل بتاع النبات بالشكل ده كده.
اهوت. وطبعا احنا عارفين ان احنا عندنا دي طبقات بقى، والساق والجذر والكلام ده كله. طبعا عندنا هنا النسيج المتوسط او اللي هو الاسفنجي، يعني الجزء اللي هو النسيج الاسفنجي. وتحت الاسفنجي كان بيبقى عندي حاجه اللي هي الايه، اللي هي طبقه البشره. يبقى تحت الاسفنجي بيبقى عندي طبقه الايه، طبقه البشره. طيب بعد كده عندي البشره اهي كمان، وهكمل طبعا البشره. المهم انا عايز بس الصغر اللي هو موجود ده اسمه كده، اسمه ايه؟ اسمه صغر او الصغور، يعني صغر. طيب بعد كده في جنبه كده بيبقى حاجه اسمها خلايا حارسه، يعني في خلايا في الصغر ده، خلايا حارسه هي اللي بتتحكم في ان هو يتفتح ويتقفل. وهنشوف رسمه للكلام ده دلوقتي. طيب دي حاجه. الحاجه التانيه، انا بتكلم ان ده كده النسيج اسمه النسيج المتوسط او الميزوفيلي، ودي الطبقه الاسفنجيه. دي الطبقه الايه؟ دي الطبقه الاسفنجيه. الاسفنجيه. طيب دي اول حاجه كده. فدلوقتي المفروض الصغور دي بتبقى موجوده اهي في السطح السفلي للنبات، فيبدا يخرج الميه عن طريق ايه؟ عن طريق الصغور. طب الكلام ده بقى كله نتيجه ايه؟ لو انتوا فاكرين الترم الاولاني كنا بناخد حاجه اسمها نظريه التماسك والتلاصق وقوى الشد الناشئه عن عمليه النتح. قوى الشد الناشئه عن عمليه النتح. فالكلام ده كله بقى هيخرج الايه؟ هيخرج المواد اللي احنا بنتكلم عليها دي. فقوى الشد دي بقى اللي هو ايه اللي بيحصل؟ ان لما انا خرجت الميه او خرجت الميه عن طريق الصغور، بعد كده اللي يحصل يبدا يسحب من هنا، ثم يبدا يسحب من الساق، ثم يبدا، او النسيج اللي هو المتوسط بتاع الورقه، النسيج قصدي اللي هو الوعائي بتاع الورقه، ثم يسحب من الساق، ثم الساق ينزل يسحب من الساق من تحت او من الجزء ده بتاع الجذر بقى، والجذر يسحب من الشعيره الجذريه. الجذر يسحب من الايه؟ الشعيره الجذريه. يبقى دلوقتي الشعيره الجذريه امتصت الميه ونقلتها لحد الجذر، ثم الجذر نقلها لحد الساق، الساق نقلها لحد الاوعيه بتاعه الايه؟ بتاعه النسيج الوعائي، ثم دخلت في النسيج المتوسط في اللي هي الخلايا البينيه او المسافات البينيه اللي هي بين الخلايا. مسافات بينيه، مش خلايا بينيه، مسافات بينيه بين الخلايا. طيب فدلوقتي تعالى كده بقى نرجع تاني. انا دلوقتي عندي الناتح الصغري ان انا بفقد الميه في صوره بخار عن طريق الصغور. دي اول معلومه. 90% من الميه اللي بيفقدها النبات بتبقى عن طريق مين؟ عن طريق النتح الصغري. يبقى 90% من الميه اللي بيفقدها النبات عن طريق مين؟ عن طريق النتح الايه؟ عن طريق النتح الصغري. فدي اهم حاجه اصلا موجوده في النبات. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ انا كنت لسه بقول لك الكلام دلوقتي، ان انت عندك ان النسيج المتوسط دوت او الميزوفيلي دهوت فيه ايه؟ النسيج الميزوفيلي فيه مسافات بينيه، فهي متخزن فيها الميه، فخرجت عن طريق الصغور في صوره بخار. ركز، في صوره بخار. طبعا الكلام ده بيحصل طبعا في النهار، وبيحصل في حاله في وجود الضوء والكلام ده كله، ودرجه حراره عاليه والكلام ده كله. فدلوقتي انت بتشوف البخار؟ لا طبعا مش هتشوف البخار بتاع الميه. فعشان كده انت عمرك ما هتشوف البخار بتاع الميه بتاع عمليه النتح. طيب فدلوقتي المهم يعني النسيج المتوسط او الميزوفيلي بتبقى الخلايا بتاعته او الجذور بتاعته بتبقى رطبه، وبيبقى موجود فيها الايه؟ الميه والكلام ده كله. فتبدا تتبخر. طيب هتبدا تتنقل. لما خرجت عن طريق الصغور وبعد كده خرجت طلعت بره، ايه اللي بيحصل بقى؟ المسافات البينيه تقول لك انا عايزه ميه، رجعوا لي الميه بتاعتي. يا خالي يا عوض رجعوا لي الميه. فعشان نرجع لها الميه هيحصل ايه بقى؟ هنبدا نسحب الميه من الحاجه اللي كانت فوقها. هنسحب الميه، بص كده، هنسحب الميه من اللي كان فوقها. طب ما هو اللي كان فوقها ده اللي هو النسيج ده يقولك انا عايز ميتي، يا خالق يا عوض رجع لي الميه. طب ارجع الميه ازاي؟ فرجعها من اللي قبلها، من الساق. طب ما هو الساق يرجع يقول يا خالق يا عوض عايز الميه بتاعتي، فيرجع ياخدها من الجذر، والجذر يقول انا عايز الميه بتاعتي، فيرجع ياخدها من الشعيره الجذريه، والشعيره الجذريه ترجع تاخدها من التربه. يبقى الموضوع بدأ من التربه. الموضوع بدأ من التربة، تمام، ووصل لحد مخرجها عن طريق ايه؟ عن طريق الصغر ده. فتعالى كده الكلام اهو. بص كده، الميه في صورة بخار من جذر الخلايا بتاعت النسيج المتوسط اللي هو الميزوفيلي للايه؟ للهواء بتاع المسافات البينية، تمام، اللي هي بتخلي الخلايا. طب بعد كده بيبدأ بقى البخار دوت ينتشر عن طريق فتحات الصغور للهواء الخارجي. تبدأ بقى الكلام ده كله يتكرر مرة واتنين والكلام تلاتة والكلام ده كله. طيب بص بقى كده، في معلومة مهمة جدا، ان النتح الصغري اغلبه بيحصل عن طريق الورق، ولكن ممكن يحصل عن طريق الساق. لان الساق ممكن مثلا يعني يبقى فيه سيقان خضراء، سيقان عشبية زي البقدونس، زي البرسيم، يعني اي حاجة من الحاجات دي. طيب عن طريق السيقان العشبية بقى لما خرج الحاجات دي هيحصل ايه؟ تعال نفكر كده. فيخرج ميه ما فيها صغور برضه. ولكن هل كل النباتات فيها سيقان عشبيه؟ لا طبعا. بس كل النباتات فيها اوراق خضراء، فيبقى الورق الاخضر ده هو ده الاساس. فكل النتح خارج تقريبا عن طريق الايه؟ النتح او الصغور بتاعت الورقه. ولكن النبات الساق بتاعته خضراء،
وايه المانع ما يخرج معانا؟ ما احنا هنعرف حاجات دلوقتي، السيقان مثلا بتبقى خشبيه فهتخرج برضو معانا، فيبقى دلوقتي برضو ممكن استفاد من الايه، استفاد من الحته ان هي بتاعت ايه، ان المجموع ده او النبات ده مجموع خضري. تعالى بعد كده بقى على الرسمه المهمه جدا 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 ديت، اللي هي ايه بقى، ان انت عندك الفجوه ديت بقى، الفجوه العصاريه دي بقى بتبقى، قصدي الصغور ديت بتبقى مالها بقى، بتبقى بتتفتح وتتقفل. فالصغور في حاله الغلق دهيت يا جماعه ركزوا فيها يا جماعه، مهمه جدا جدا. الصغور في حاله الغلق دي كده مش بتخرج ميه، يبقى النبات كده مش بيعمل نتح. ولكن لما تبقى مفتوحه بالشكل ده يبقى كده النبات ده بيعمل نتح، اهي مفتوحه اهيت. وخلي بالك انا قلت لك في حاجه اسمها خلايا حارسه، فدي خلايا حارسه بتقول لها غمضي يا ورده فتح يا ورده، غمضي يا ورده فتح يا ورده. حته بقى مهمه جدا ما ياخدش باله منها غير طالب متميز، ايه هي؟ بص كده على شكل الفجوه العصاريه هنا وشكل الفجوه العصاريه هنا، اجيبها ممكن تيجي لك في سؤال، طبعا ممكن تيجي لك في سؤال. ازاي؟ الفجوه العصاريه هنا ممتلئه او منتفخه شويه، معنى كده ان بتخرج ميه، يعني منتفخه بالميه. طيب يعني مكتسبه دعامه فسيولوجيه، ان شاء الله تاخدها في ثالثه ثانوي كده وتكبر وتبقى معانا في ثالثه ثانوي. طيب فلو انت عايز تشترك معانا طبعا هسيب لك الرقم دلوقتي قدامك، تقدر تشترك في الايه، يعني تقدر تبعت لنا. ولو عايز تشترك معانا طبعا زي ما قلنا في امتحانات، في كويزات، في متابعه كويسه جدا، في واجب، في اسئله من كتب تانية، في اصلا كتب تانية بتتحل، تقدر تستفاد من كل الحاجات دي. بعد كده عندك الفجوه الاسريه برضو هنا هيت بتبقى ايه، بتبقى يعني قليله شويه مقارنه بالفجوه الاسريه بتبقى بتاعت اللي هي الايه، اللي هي مكتسبه الدعامه الفسيولوجيه او الصغر بتاعها بيكون مفتوح. بعد كده بقى بص بقى، انت دلوقتي عندك الايه، الميه بتبدا تنتشر برضو لاعلى والكلام ده كله، ولكن الصغور بتبقى اكتر موجوده في الايه، موجوده في السطح السفلي بتاع الورقه، ولكن بعد كده بتخرج الايه، بتخرج الميه. طيب بعد كده بقى عندنا نوعين من النتح مهمين جدا بقى، او مش مهمين قوي لان هم مش الاساس، انا قلت لك النتح الصغر ده اهم حاجه. طب عندنا نتح تاني اسمه نتح كيوتيني، ونتح تالت اسمه نتح عديسي. نتح كيوتيني ونتح عديسي. النتح الكيوتيني ده بقى ان انا هفقد الميه في صوره بخار، كلام جميل، ما كله في صورة بخار، ولكن الكيوتيني عن طريق طبقة الكيوتين اللي موجودة اللي هي طبقة الكيوتيكل. الكيوتيكل. طب يعني ايه كيوتيكل دي بقى؟ عارفين انتوا الخلايا البرانشيمية طبقة البشرة بيبقى عليها طبقة شمعية كده اسمها الايه، اسمها الكيوتيكل، الطبقة اسمها الكيوتيكل. طيب طبقة الكيوتيكل ده بنقول عليها بقى ايه، بتتكون من الكيوتين، فبنقول عليها يا اما طبقة الكيوتين الشمعية او طبقة الكيوتيكل. دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده اللي هي النتح العديسي بقى عن طريق حاجه اسمها العديسات. العديسات دي بتبقى موجوده اصلا فين؟ بتبقى موجوده في السيقان الخشبيه. يبقى العديسات دهيت، العديسات بتبقى موجوده فين؟ بتبقى اهو بص كده، العديسات هي بتبقى فتحات موجوده في طبقه الفلين في اللي هي مين، اللي هي السيقان الخشبيه للشجر. يبقى لما اجيب لك نبات في سيقان خشبيه يبقى تقول لي في السيقان الخشبيه نتح عديسي، وفي الورق عندك نتح ثغري. طيب وكمان ممكن اقول لك نتح كيوتيني. طب ليه؟ لان بص يا جماعه، مفيش حاجه بتبقى 100% كامله، مفيش حاجه كامله 100%. يعني ايه؟ يعني الكيوتين بيمنع فقد الميه طبعا، يعني بيمنع ان الميه تخرج، طبعا بيمنع ان الميه تخرج، ولكن بص يعني ايه، ممكن يحصل خلل في اي وظيفه، فتلاقي ان مثلا ادي الخلايا البرانشيميه جنب الخلايا البرانشيميه جنب الخلايا البرانشيميه، فتلاقي خرج برضو من طبقه الكيوتين، ادي الكيوتين اهو وادي الكيوتين اهو، ولكن ممكن يحصل تسريب من هنا، يحصل تسريب من هنا. طبقه الكيوتين سمكها رفيع، ركز خلي بالك بقى من الحته دي وهقولها لك برضو تاني قدام. ادي سمك الكيوتين، ادي الخلايا البرانشيميه، سمك الكيوتين ده ولا سمك الكيوتين ده مين افضل؟ طبعا سمك الكيوتين ده هيمنع خروج الميه افضل، انما ده ممكن يخرج الميه عادي، مش عادي بس ممكن يخرجها بنسبه حتى لو قليله. يبقى دلوقتي كل ما زاد سمك طبقه الكيوتين، علاقه بيانيه، كل ما قل خروج الميه، كل ما قل خروج الميه. خلي بالك بقى ان النتح اللي عن طريق الكيوتين بيبقى 5%، نتح عن طريق الكيوتين بيبقى كام في المية؟ بيبقى 5%. طيب دلوقتي بقى طبعا يبقى انت عندك دلوقتي 90% عن طريق الايه، النتح اللي هو الثغري، وعندك 5% عن طريق النتح الكيوتيني. طيب الباقيين رايحين فين؟ طبعا نسبه قليله عن طريق النتح العديسي، كميات الماء المفقوده بيه صغيره. وعندك كمان نتح ممكن نقول ان هو النتح اللي كان بيحصل عن طريق مين؟ عن طريق الادماع، او عندك قصدي فكره الادماع. فانت عندك نتح عديسي وعندك الادماع. والعديسي ليه قليل؟ لانه بيحصل في السيقان الخشبيه بس، مش بيحصل في باقي السيقان التانية، يعني السيقان العشبيه مش فيها، فدلوقتي هو في نباتات معينه بس. طيب كده خلصنا من ايه، من انواع النتح. تعالى بقى نعرف ايه اصلا العوامل اللي هتزود الايه، او اللي هتاثر على معدل النتح،
او اللي هتزود الايه او هتزود الناتج. تعالى بقى ركز معايا عشان هزود لك هنا حتتين كمان. اولا لما اجي ارسم لك، لما اجي كده اقول لك، يعني احنا مش هنمشي بالترتيب الصراحه. انا دلوقتي عندي درجه حراره الجسم عاليه، مش المفروض اخرج عرق؟ ايوه. النبات كذلك، ما هو النبات لما يمتص درجه الحراره ديت فيبدا ان هو يبقى عايز يقلل درجه حراره نفسه او درجه حراره جسمه يعني. وانا بقول لك الكلام ده بيحصل فين امتى؟ بقول لك بيحصل في النهار، فيبقى لازم درجه الحراره تكون عاليه، ولازم ان انا ابقى في النهار شدة الضوء تكون عالية. يبقى درجة الحرارة عالية. بص كده انا بعملها بالشكل ده، حرارة عالية. عندك ضوء، الضوء يعني بتاع الجو، يعني الضوء بتاع الجو بيكون ايه؟ بيكون عالي. طيب بعد كده لو انا قلت لك بقى المية، المية اللي هو بيمتصها النبات، يبقى مية، امتصاص المية بيكون عالي، يبقى كل ده لازم يكون عالي. طب ايه كمان يكون عالي؟ مثلا لو انا جيت رسمت لك ورقه بالشكل ده، فدي ورقه اهيت وقارنتها لك بورقه بالشكل ده، مين فيهم افضل؟ طب ليه افضل يا مستر؟ ليه؟ انت ممكن تقول لي مين فيهم افضل بسبب ايه؟ لما اقول لك مساحه السطح بتاعه الورقه، الورقه الواحده فيها 5 صغور، ولا لما تبقى ولا لما تبقى ورقه اكبر فيها 10 صغور؟ لا طبعا لما تبقى ورقه اكبر فيها 10 صغور. يبقى ديت فيها 5، 1 2 3 4 5، ولا دي فيها 1 2 3 4 5؟ ماشي، 6 7 8 9 10. طبعا اكيد اللي فيها 10 صور هتبقى افضل. طيب طب ما انا ممكن اقول لك ورقتين متساويين في المساحه، ولكن واحده فيها 10 صغور وواحده فيها 10 صغور، واحده فيها 5 صغور، يبقى المساحه متساويه ولكن عدد الصغور فرق. فلما يبقى عندي عدد الاوراق، العدد الاوراق يبقى عالي، عندي عدد الصغور اللي موجوده في الورقه الواحده يبقى عالي. طب انا قلت لك عدد الاوراق، المفروض اقول لك مساحه سطح الورقه الاول. طيب مساحه سطح الورقه، مساحه مساحه ركز كده معايا، مساحه سطح الورقه بيكون عالي، لازم يكون عالي. طيب يعني ايه عدد الاوراق بقى؟ طب ما انا لما يبقى عندي الورقه الواحده فيها 10 صغور، ولا لما يبقى عندي مثلا 10 ورقات؟ لا، لما يبقى عندي 10 ورقات فمع كل واحده فيها 10 صغور، طبعا هيبقى 100 ثغر كده، فيبقى بالنسبه لي حاجه حلوه. طيب طبعا بقى ممكن نلعب لك في الارقام دي، وهنبقى نلعب فيها برضو احنا كده في سؤالين 3 في الاسئله بتاعتنا برضو باذن الله. طيب الحته اللي بعد كده بقى، ودي الحته اللي فيها مشكله بالنسبه لبعض الطلبه. ركز معايا بقى، انا دلوقتي هقول لك حاجه اسمها الرطوبه، والرطوبه دي هكلمك عنها من ناحيتين. الرطوبه هكلمك عنها من ناحيتين. لو قلت لك رطوبه الجو دي حاجه، ورطوبه التربه دي حاجه تانية. رطوبه التربه، رطوبه التربه تكون عاليه ولا قليله؟ تكون عاليه. رطوبه الايه؟ التربه، دي مش مكتوبه عندك واكتبها. التربه تكون عاليه. يعني ايه رطوبه التربه عاليه؟ يعني الميه بتاعت التربه عاليه، كميه الميه اللي فيها عاليه. ولكن في حاجه اسمها رطوبه الجو. ورطوبه الجو ده يعني الجو فيه شتاء تقريبا كده، عامل زي ايه؟ ان هو مندش، يعني الجو رطب، فيه داخل على شويه شتاء كده. فالشتاء ده معناه دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ دي حاجه وحشه، ان كده الجو مش مشمس، ان درجه الحراره مش عاليه، فيبقى رطوبه الجو تكون قليله عشان لما تبقى قليله يبقى انت كده في صيف في الشمس. طب حاجه كمان، طب ما انا ممكن استخدم رطوبه الجو دهيت واقول لك حاجه كمان، مثلا اللي هو الايه؟ الرياح تكون كتيره. فالرياح تكون كتيره ديت يعني مفيش رطوبه في الجو، فلما يبقاش في رطوبه الجو فممكن درجه الحراره تبقى عاليه، صح كده؟ فيبقى دي برضو حاجه كويسه مفيده. طب ممكن اقول لك كمان، يلا كل ده زيادات، ممكن اقول لك كمان مثلا ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لو احنا قلنا مثلا حاجه زي سمك الكيوتين، فلو سمك الكيوتين، سمك الايه؟ الكيوتين كان قليل، لو سمك الكيوتين قليل فهيخرج ميه عن طريق النتح، فالنتح يزيد. فيبقى انت عندك كده بس حاجتين اتنين هما اللي ناقصين، حاجتين اتنين، اللي هو رطوبه الجو ايه وسمك الكيوتين، هما دول الاتنين بس اللي هما بيكونوا قليلين بس. ده كده العوامل اللي بتأثر عليها طبعا معدل ايه؟ معدل النتح. بعد كده بقى طبعا عشان النبات يخرج والكلام ده كله، فهو محتاج كميه من الميه كبيره جدا يمتصها، بعد كده عن طريق الجذر، ثم يطلعها لفوق 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 لحد ما يوصل، ثم بعد كده الكلام ده كله يحصل له في الاخر ايه؟ نتح والحاجات دي. طيب بس طبعا احنا النتح ده يعني ايه الاهميه بتاعته؟ سيبك بقى من الكلام ده، كلام خايب يعني ملوش لازمه. ولكن تعالى بس كده، تعالى نفهم ايه اللي هستفاده.
ما هو يا مستر زي العرق بالظبط، هو مش العرق ده كان درجة الحرارة عالية قللها لي؟ ايوه هو نفس الموضوع كده. ما هو برضو نفس الفكرة، درجة الحرارة عالية ولكن النبات بيمتص زي جسم الانسان برضو، بيمتص الحرارة من بره على هيئة طاقة، فهو امتصها في صورة طاقة. الطاقة دي زي ما قلنا طاقة حرارية، تمام كده. وبعد كده طاقة حرارية او مثلا حرارة، مثلا زي ما كنا بناخد ان الشمس كانت بتطلع طاقة حركية كانت بتروح للنبات، النبات بيمتصها في الورقة بتاعته، هي يعتبر ده نفس الحاجة كده بالظبط. فهو امتصها في صورة حرارة، بعد كده ممكن يا مستر يعني ما تخدهاش في صورة حرارة او تحولت لحرارة جواه، مش مهم، دخلت فين؟ دخلت الأنسجة بتاعته، ودي المصيبة ودي المشكلة. دخلت المصيبة ودخلت اللي هو الجسم، ودي المصيبة ودي الايه ودي المشكلة. طيب ليه بقى؟ لان دلوقتي لما تخش الانسجه بتاعته فهتضر حاجه اسمها البروتوبلاست اللي موجوده عنده. طب هو يعني ايه بروتوبلاست اصلا؟ البروتوبلاست ده اي خليه عباره عن جدار زائد بروتوبلاست. عباره عن ايه؟ عباره عن جدار خلوي، جدار زائد البروتوبلاست. واعتقد دلوقتي البروتوبلاست مفهوم، لان البروتوبلاست ده كل المحتويات اللي بعد كده. طب ايه هي كل المحتويات اللي بعد كده؟ اكيد بقى غشاء، اكيد غشاء خلوي، اكيد بقى النواه، اكيد السيتوبلازم، سيتوبلازم. طيب طبعا حد هيقول لي طب ما هو النواه ديت عباره عن ايه؟ النواه والسيتوبلازم دول اصلا عباره عن البروتوبلازم. طب كلام جميل، دول الاتنين عباره عن البروتوبلازم. طب بس السيتوبلازم نفسه عباره اصلا عن حاجه، عباره عن حاجتين، عباره عن حاجه اسمها السيتوسول 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 والحاجه التانية اللي هي الايه؟ اللي هي عضيات عضيات الخلية عضيات الخلية. يبقى دلوقتي ده الايه؟ ده السيتوسول، وعندنا عضيات الخلية دول اللي هو من مكونات السيتوبلازم. طيب ده كلام جميل وكلام زي الفل. بعد كده بقى الطاقة بقى اللي هو امتصها دي بقى عن طريق عملية البناء الضوئي، ايه اللي هيحصل لها بقى؟ دلوقتي مش انا دخلتها جوايا، مش زي درجة الحرارة بتاعت جسمي لو ارتفعت في جسمي هتسبب لي مشكلة. طب عشان اتخلص منها بقى، لا ايوه هي دي المشكلة، ان هو لو دخل هيأثر على البروتوبلاست ويموته، او ممكن يموته يعني، فانا لازم اتخلص منها، فيعمل نتح فيقلل درجة الحرارة بتاعته. فلما يعمل يبخر المية دي، فهو يعمل نتح يعني فيقلل درجة الحرارة بتاعته، اللي هو عمل تبريد يعني بمعنى صح. اللي هو عمل ايه؟ زي ما يكون عمل تبريد زي جسمنا كده، بيلطف درجة حرارة الجسم، بيلطف درجة حرارة النبات. بعد كده طب ما انا استخدمتها لما عملت النتح بقى، فاكرين نظرية التماسك والتلاصق وقوى النتح او قوى الشد ناشئة عن عملية النتح؟ النتح من فوق خرج، مش هشرحها تاني بقى، المية خرجت من فوق في النتح. فدلوقتي ايه اللي حصل؟ من هنا بيجيبها لك من تحت لفوق، انا جبتها لك من فوق لتحت. اهو الموضوع ده بيشرح من ايه، من فوق، من تحت لفوق. طيب فاحنا قلنا بقى ان احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ نظريه التماسك والتلاصق وقوى النتح وقوى الشد ناشئه عن عمليه النتح، ان انا طلعت الميه. فالنتح لما حصل ايه اللي حصل بقى يا جماعه؟ بصوا كده، هنجيبها لك من الاخر للاول. الميه تتبخر من خلال اللي هو الميزوفيل الى هواء المسافات البينيه، فيحصل ان العصاره بتاعتها تركيزها بقى عالي، فتبدا تسحب ميه من اللي قبلها. فلما تسحب ميه من اللي قبلها ايه اللي يحصل بقى؟ فتسحب منين بقى؟ هتسحب من الحاجه اللي قبلها اللي هو النسيج المتوسط اهوت، هتسحب من الاوعيه بتاعه الورقه، الاوعيه بتاعه الايه؟ الورقه، العروق الصغيره او العريقات الصغيره. ثم الاوعيه بتاعه الورقه تسحب من الاوعيه بتاعه الساق، ثم الاوعيه بتاعه الساق تسحب منين بقى؟ هتسحب من الجذر. يبقى دلوقتي هتسحب من الايه؟ هتسحب من الجذر، او حتى وصل الى اوعيه قصيبات الخشب، يبقى الاوعيه قصيبات الخشب يسحب من الجذر، والجذر هيسحب من الشعيرات الجذريه. كل ده بيتنقل بالخاصيه الاسموزيه. على كده اهو كل ده بيتنقل بالخاصيه الاسموزيه. يبقى الموضوع كله تركيز وخاصيه اسموزيه بس، مفيش اي حاجه تانية غير كده. يبقى انت كده الموضوع بالنسبه لك ايه؟ الموضوع بالنسبه لك خلص، كلام جميل وكلام زي الفل. بعد كده بقى ده اللي احنا اثبتناه، وقلنا طبعا الضغط الجذري لا يكفي للكلام ده كله، لان احنا محتاجين نطلع لمسافات 120 متر و125 متر. فده كده الكلام اللي احنا عرفناه الترم الاولاني وكملناه بالترم التاني. بعد كده عندك 3 تجارب وكلام خايب. هو بيقول في ال3 تجارب دول ان انت عايز تثبت اول حاجه عمليه النتح مثلا. فعمليه النتح يعني ايه؟ يعني انا اخرج قطرات مائيه. فعشان اخرج الميه، وانا بقول لك ان انت البخار بيخرج وانت مش بتشوفه، فنجيب حاجه اسمها ناقوس زجاجي كده ونحطه، تمام، ونحط حاجه اسمها شمع البارافين او زيت البارافين. يعني زيت البارافين ده ماده شمعيه بتمنع خروج الميه، بتمنع خروج الايه؟ بتمنع خروج الميه طبعا، شمعيه زي الكيوتين كده. فدلوقتي ايه اللي هيحصل بقى؟
فيمنع خروج المواد دي من هنا، فيحصل بقى ان هو يمتصها بكل سهوله ويبدا تخرج على هيئه بخار ميه. والبخار هيبدا يلاقي ان فيه ناقوس، ومن تحت طبعا لوح زجاجي عشان الميه المكان ده يبقى محكم الغلق، يبدا يبخر الميه فيبقى فيه قطرات ميه. طب القطرات ديت عشان اثبت ان هي ميه والكلام ده كله، طبعا هنقربها لحاجه اسمها كبريتات النحاس اللامائيه، بتكون بيضاء فتتحول للون الازرق، وكده خلص الموضوع. دي التجربه الاولى. التجربه التانية بقى ان انت هتبدا اهوت، احنا عايزين نثبت ايه؟ عايزين نثبت ان الميه بتطلع في اوعيه الخشب. مش انا اوعيه الخشب ديت بتطلع الميه؟ طب لو انا حطيت في الميه اي لون اصباغ، اي لون، اي لون، ازرق، احمر، اي حاجه، مش الكلام ده هيبان في الورقه؟ وبعد كده هيبان في الازهار فوق والحاجات دي كلها، الاماكن اللي هتتغذى بالميه والعروق والعريقات. ايوه ده اللي انا عملته، خلصت التجربه. يبقى انا دلوقتي جيت رايح اصبغه بحاجه اسمها صبغه الايوسين، لونها قرنفلي عامل زي اللون الاحمر كده. صبغه الايوسين عامل زي اللي هو الايه القرنفلي كده، عامل زي اللون الاحمر. طيب يبقى القرنفلي اهوت اتصبغ والكلام ده كله. بعد كده طبعا بقى سدينا الفوهة عشان ما الميه ما تطلعش تتبخر كده، فهي بتطلع في النبات والكلام ده كله. بعد كده حصل ايه؟ شفنا عملنا قطاع ولقينا فعلا ان هو العروق والعريقات والاعناق متلونه باللون اللي هو الايه، باللون اللي هو بتاع الايوسين. وكده اثبتنا ان الميه بتدخل للجذر، ثم بعد كده تتنقل لمين؟ للخشب بتاع الساق، ثم الخشب بتاع الورقه. وده كلام برضو كلام مفهوم. طيب بعد كده هنثبت اخر تجربه معانا، اللي هي ان احنا نثبت اصلا ان الميه مالها بقى بتطلع عن طريق حاجه اسمها الندح. طيب فعايزين بقى نثبت، طبعا مش احنا عندنا حاجه اسمها الضغط الجذري؟ انا شلت الجذر خالص يا باشا، انا حطيت الساق على طول، فدلوقتي مبقاش فيه جذر. وطبعا حطيت هنا انبوبه من المطاط او سدتها كده بفلينه او اي حاجه عشان برضو الميه ما تطلعش، المهم تطلع في الايه، في الساق وتخش على الاوراق والكلام ده كله. طيب جبنا حاجه كده اسمها الزئبق، والزئبق دوت كان مثلا واقف في منطقه معينه. فالزئبق ده بقى طالما واقف في منطقه معينه، هو المفروض ان هو كده مش بيتحرك، ثابت في منطقه اهو. فلما يبدا الميه تتسحب من فوق، مش المفروض الزئبق ده يتسحب معاه لفوق؟ فلما حصل بقى، وطبعا يطلع لفوق، يطلع لفوق، يطلع لفوق. فلما ان النبات ده هو بدا يمتص الميه، فلما امتص الميه ايه اللي حصل بقى؟ ده كده فكره النتح. حطيناه في الهواء، فيتعرض للضوء فيبدا يعمل نتح والكلام ده كله. فلما يعمل نتح يبدا ان هو يسحب الميه، فيبدا يسحب الزئبق، فيرتفع الزئبق في الانبوبه. فنعرف كده ان هو فعلا ان النتح عمل شد، النتح ولد شد. طيب خلي بالك ان انت لازم تقطع تحت سطح الميه، او تقطع على طول عشان ما يدخلوش ميه، عشان ما يدخلوش فقاعات هوائيه فيفصل عمود الميه. فاكرين اللي هو التماسك والتلاصق وقوى الشد؟ التماسك والتلاصق، التماسك بين جزيئات الميه وبعضها، التلاصق بين الميه وعمود الميه، فتفضل متماسكه دايما دايما دايما. ده كده كل الكلام، والكلام السريع بتاع الايه، بتاع اسمه ايه، اللي هو الفصل الاول. تمام. فكده الحمد لله تم بحمد الله الانتهاء من مراجعة الفصل الأول، اللي هي امتحان ايه؟ امتحان شهر فبراير. تمام كده. بس كده يا شباب، ان شاء الله انتظرونا في وانتظرونا فيما هو قادم في مراجعة الأفكار. طبعا المراجعة دي بقى هتبقى دسمة بأفكار، يعني ربنا يسهل، ربنا بقى يعني ايه هنظبطها لكم كده على رواقة. تمام. وهتبقى حاجة حلوة جدا 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 بإذن الله. تمام كده يا شباب. بس دمتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.